قصتنا بتبدأ مع بيك سوجونج، طالبة في المدرسة الثانوية وهي قاعدة بتذاكر في الفصل، وهي مروحة واحدة من البنات بتتنمر عليها وبتبهدل شمسيتها وبتفضل تصرخ فيها وتقول إنها فقيرة وما عندهاش أم. سوجونج ما تسكتش وبتاخد كتاب البنت اللي بتتنمر عليها وبترميه من الشباك، وده بيخليها تتخض وتتضايق. لما توصل البيت بتلاقي أخوها الصغير بيك سوبين قاعد على الموبايل بيلعب ألعاب وناسي المذاكرة ومش مهتم ينظف البيت. سوجونج بتتعصب عليه لأنه مش بينام طول الليل بسبب اللعب، لكنه بيقول ليها إنه لو ما زودش مستواه في اللعبة صحابه هيسخروا منه. سوجونج ما بتقبلش إن صحاب أخوها يسخروا منه، فبتقرر تلعب اللعبة مكانه لحد ما توصل لأعلى ليفل بنفسها. وهي جوه اللعبة بتقابل لاعب تاني فجأة في منطقتها وهي بتصطاد الذئاب. سوجونج بتطلب منه يمشي لأنه بيعطلها عن تطوير مستواها، لكن اللاعب اللي اسمه التنين الأسود الناري بيرفض بكل وقاحة. سوجونج بتسأله عن عمره وليه بيتعامل بقلة ذوق كده في اللعبة، فبيقول ليها إنه عنده 22 سنة، لكنها بتشك في كلامه. وهم بيتناقشوا فجأة مجموعة من الذئاب بتهجم عليهم. أثناء القتال التنين الأسود بيخلص طاقته، لكن سوجونج يكون عندها طريقة تخلي طاقتها متوازنة في القتال. لما التنين الأسود بيشوف الطريقة دي بيندهش جداً، وسوجونج بتقرر تساعده وتعطيه طاقة شفاء. بعدها بيتعاونوا سوا ويهزموا كل الذئاب اللي في الغابة، ومن هنا بيبدأوا يبقوا أصحاب مقربين. بعد القتال التنين الأسود بيعزم سوجونج على السوق اللي جوه اللعبة ويعرفها على عشيرة يوكرين، وهي مجموعة من اللاعبين بأعلى المستويات، وأعضائها هم الماستر جين ورامي السهام الأسطوري وملك المال. التنين الأسود بيعرفهم على سوجونج وبيقول ليهم إنها أنقذته وهو بيصطاد الذئاب. وقتها الجماعة بيباركوا لسوجونج على فوزها مع التنين الأسود، لكنهم مش عارفين إن الأمير مانجو اللي هو شخصية سوجونج في اللعبة هو في الحقيقة بنت. سوجونج بتقاطعهم وبتقول ليهم يبطلوا ينادوها بالأمير لأنها بنت وكانت بتلعب على حساب أخوها الصغير، وبتطلب منهم ينادوها باسمها المستعار الفراولة. بعد اللقاء ده بيقربوا من بعض وبيتعرفوا على حياة كل واحد فيهم. لما التنين الأسود بيسمع إن سوجونج بتضحي عشان ترعى أخوها بيحس إنه عايز يحميها، وده بيخليها مبسوطة جدا، وبيبدأوا يتواصلوا مع بعض حتى وهم مش بيلعبوا، لحد ما بيجي يوم الاجتماع السنوي لعشيرة يوكرين. لما سوجونج بتوصل للمطعم بتقابل الماستر جين ورامي السهام الأسطوري وملك المال، لكن وهي مستنية ظهور التنين الأسود الناري تتفاجئ بالحقيقة الصادمة. التنين الأسود الناري اللي كانت مستنياه مش راجل بالغ زي ما توقعت، لكنه مجرد طفل في الإعدادية، وكان بيحبها طول الوقت وهي بدأت تحس بمشاعر ناحيته. سوجونج بتنهار وقلبها بيتكسر لما بتكتشف إنها طول الفترة دي واقعة في حب طفل صغير. الولد اللي كان بيكذب على سوجونج بيجري ورا سوجونج وبيحاول يعترف بحبه قدام الناس كلها، لكن سوجونج بتتعصب عليه وبتشتمه قدام الكل وبتخليه يعيط لحد ما حارسه الشخصي يسحبه بسرعة على دروسه. المشهد بعد كده بينقلنا للوقت الحالي، وبنشوف سوجونج بقت رئيسة فريق وبتشتغل تحت إدارة جويون المدير العام الجديد. بس بسبب تصرفات المدراء السيئة سوجونج بتخليهم كلهم يستقيلوا واحد ورا التاني، ورغم إنها بتسهر وبتشتغل لوقت متأخر كل يوم عشان تجهز التقارير للمدير العام الجديد، الموظفين عندها بيحكوا للمتدربين عنها إنها منقذت الموظفين اللي كانوا بيتعرضوا للظلم من المدراء السابقين. على الجانب التاني جو يون اللي كان طفل زمان كبر وبقى مدير شركة كبيرة وبيعمل تحقيق داخلي عن الموظفين اللي مشبوه فيهم إنهم بياخدوا رشاوي. مساعده الشخصي السكرتير كيم بيقول له إن جدته عايزاه يبقى المدير العام الجديد لقسم التخطيط في أحد المتاجر الكبرى، وهو منصب مهم ومهمته الأساسية إنه يرفع المبيعات. في نفس الليلة جويون يقرر يهرب من الضغوط ويروح بار وهو متنكر عشان يحضر حفلة فرقة الموسيقى المفضلة عنده، لكن وهو هناك بيجيله مكالمة من جدته بتقول له إنه لازم يروح المستشفى على طول. وهو مستعجل في السواقة بيخبط عربية عند إشارة حمراء، وبينزل بسرعة ويدي سوجونج اللي كانت في العربية التانية كارت أعماله لأنه مستعجل وعايز يمشي، لكنها بتتعصب وبتاخده وبتقطعه في وشه. سوجونج اللي مش متقبلة تصرفه بتمسكه من هدومه وبتطلب منه يعتذر، لكن هو بيرفض وبيقول ليها إنه مستعجل. سوجونج مش مقتنعة بكلامه فبتقرر تركب عربيته وتروح معاه لحد المستشفى. في المستشفى جويون بيسألها إذا كانوا يتقابلوا قبل كده، لكنها بتعتبره بيهزر. لكن لما بيدخل القاعة بيلاقي جنازة موظف قديم، وساعتها بيفتكر جدته وهي كانت باردة تماما وقت وفاة أبوه، وده بيخليه يحس بالحزن الشديد. لما بيرجع البيت بيدخل أوضته الخاصة، المكان اللي بيلاقي فيه راحته،
وبيبدأ يسمع مزيكا ويقرأ مانجا ناروتو عشان ينسى. في نفس الوقت سو جونج بتروح عند هاجن في مطعمها، واللي كانت واحدة من اللاعبين وبقت صديقتها المقربة، وبتقعد تشتكي ليها من جويون. بس فجأة بتفتكر التنين الأسود الناري من أيام اللعبة، وده بيخليها تتعصب أكتر. هاجين بتوقفها وبتقول ليها تركز على المدير العام الجديد اللي هيبدأ شغله بكرة. سو جونج بتقول إنها مش هتضايقه عشان ما يستقلش زي اللي قبله. تاني يوم جويون بيدخل الشركة وبيبدأ شغله كمدير عام، لكنه مش بيروح مكتبه على طول، لا بيقرر يعمل تحقيق بنفسه وسط الموظفين. وبيلاقي موظف صوته عالي في مكان عام، وبيقرر إنه محتاج تدريب على الأدب. وكمان بيروح المطعم وبيشوف مجموعة موظفين بيتكلموا عن المدير الجديد، ومن بينهم سو جونج نفسها. السكرتير كيم بينبهر بجويون لأنه نشيط جدا من أول يوم. بعدها جويون بيقابل صاحبه كيم شين وون اللي بيديه بوكيه ورد كتهنئة لأنه هيبقى وريث شركة العيلة. في الوقت ده سو جونج وبعض الموظفين بيكونوا واقفين يشوفوا المدير الجديد وهو داخل المكتب لأول مرة. لكن لما سو جونج بتروح تسلم عليه بتتصدم لما بتشوف ظهره عليه تاتو 2. جويون بيلاحظ إنها هتصرخ من الصدمة، فبيقوم يسد بقها بإيده بسرعة، لكنها ما بتسكتش وبتفضل تصرخ وتشتمه لحد ما بتفهم إنه نفس الشخص من مشكلة امبارح. سو جونج اللي كانت مصدومة اعتذرت بسرعة لأنها ما كانتش تعرف إن جون هو المدير العام الجديد. لكن جون اللي كان هادي تماماً طمن سو جونج وقال لها ما تقلقش، وبينصحها إنها تحاول تنسى اللي حصل ليها امبارح. كمان طلب منها إنها تتصرف كأنها مش عارفاه في الشغل عشان يحافظ على هويته السرية. في الأول سو جونج ما كانتش مرتاحة للفكرة، لكنها في النهاية حست براحة وشكرته لأنه منتقمش منها على موضوع امبارح. بس بعد ما خرجت من المكتب جويون كتب ملاحظة في ساعته الرقمية، وكتب إن سو جونج شخص خطير وممكن يبقى تهديد له. بالليل سو جونج راحت لمطعم هاجين وبدأت تفضفض عن قرفها من المدير العام الجديد، وقالت إنه راجل مجنون رسمي. لكن هاجين قعدت تهديها بكل برود وقالت ليها ما تكبريش الموضوع، وإن المدير اللي بتتكلم عنه شكله بيعرف يفرق بين شغله وحياته الشخصية. بس سو جونج كانت مش مصدقة الكلام ده وشايفة إن تصرفاته مريبة. عشان تغير الموضوع هاجين بدأت تتكلم عن عربيتها القديمة، وقالت ليها إنها لازم تجيب واحدة جديدة. لكن سو جونج قالت ليها إنه مفيش داعي للتفاهات دي، وإنها عايزة توفر فلوسها عشان تسدد ديون أبوها بدل ما تصرفها على حاجات ملهاش لازمة. اليوم اللي بعده جون بيجمع كل الموظفين عشان يعرفهم على نفسه كالمدير الجديد، وأكد ليهم إنه مختلف تماماً عن المدير اللي قبله وعنده رؤية وأهداف واضحة. وأثناء الكلام جون لمح لسو جونج بطريقة غير مباشرة وقال عليها إنها الموظفة المثالية، لكنه في نفس الوقت سخر منها وسماها قاتلة المدير العام. الكلام ده خلى الجو في الشركة يتوتر أكتر، وسو جونج بقت متأكدة إن جويون لسه شايل منها. زمايلها في المكتب جوسو ويتشوي نصحوها إنها تبقى متملقة شوية عشان تحافظ على شغلها وما تبقاش في خطر. بعدها بفترة قصيرة واحد من زملاء سو جونج شاف جويون وهو واقف في كافيه وكان رايح يشتري مشروب. في الحقيقة جويون كان عايز يطلب حاجة حلوة لأن جواه روح طفل صغير، بس لما حس إن سو جونج بتراقبه غير رأيه بسرعة وطلب إسبرسو بدلها، وبعدها مشي فوراً. وهو راجع الشركة شاف لعبة إصدارها محدودة كان نفسه يشتريها، لكنه فجأة دخل في خناقة صغيرة مع طفل صغير لأن الطفل كمان كان عايز نفس اللعبة. المشكلة كانت هتبقى فضيحة، لكن لما لاحظ إن سو جونج كانت على وشك إنها تشوفه قرر يتنازل عن اللعبة ويسيبها للطفل عشان ما يبانش بشكل محرج. بعد اللي حصل جويون بقى مقتنع أكتر إن سو جونج خطر عليه، وقرر يدي أمر مباشر للسكرتير كيم إنه يتخلص منها بأي طريقة. لكن السكرتيرة كيم استغربت جدا من الطلب وقالت له إنه بصراحة مش شايفة إن سو جونج تستحق الطرد. جويون كان شايف إن سو جونج مجرد موظفة ملهاش لازمة، وكان مصر إنها تسيب الشركة. لما السكرتيرة بتقول له إنها ممكن تكون عضو مهم للشركة أو حتى بتدعم الموظفين، بيقول له جويون بكل حدة إنه مش بيحبها خالص وإنه ناوي يخليها تسيب الشغل بنفسها. في الاجتماع حاول جويون يحرج سو جونج بالكلام بلغة أجنبية عشان يحطها في موقف صعب قدام الكل، لكنه تفاجئ إنها بتتكلم اللغة بطلاقة وردت عليه بثقة شديدة لدرجة إنه هو اللي يتحرج قدام الكل. الموضوع استفزه أكتر وخلاه يزيد إصرار إنه لازم يتخلص منها بأي شكل. بعدها سو جونج بتتعرض للتنمر من زميلتها الأقدم منها اللي بتقول ليها إنها لو مش عايزة تطرد لازم تبقى مؤدبة أكتر وإنها مش كفء كفاية عشان تفضل في الشركة. سو جونج ردت بكل برود إنها مش مهتمة بآرائهم وإنهم بدل ما يتكلموا عنها الأحسن إنهم يركزوا في شغلهم، وأضافت إنه لو فعلا هتمشي
فده هيكون بقرارها مش بضغط من حد. في نفس الوقت جو يون طلب من شين وون إنه يحقق في ماضي سو جونج عشان يدور على حاجة ممكن يستخدمها ضدها. لكن شين وون حس إن الموضوع مش أخلاقي، وقال له إنه بيبالغ لما بيبحث على أخطاء ناس تانية لمجرد إنه مش بيحبهم. في ليلة حفلة استقبال المدير العام الجديد، زملاء سوجونج كانوا قلقانين من الضغط اللي عمال يزيد عليها بسبب جو يون. وفجأة جو يون بيظهر في الحفلة وبيخلق جو متوتر جدا. بعدها بيبدأ تحدي شرب السوجو بينه وبين سوجونج. التحدي كان قوي، وجو يون بيخسر قدامها للمرة الأولى وبيبان إنه مش قدها. وهو سكران بيطلب منها شوكولاتة ساخنة وبيقول ليها توصله البيت. سو جونج ما كانتش تعرف عنوانه أصلاً، فحاولت تسأله، لكن في الآخر قررت تجيب له تاكسي ويرجع بنفسه، وهي راحت بيتها لوحدها. لما وصلت سو جونج لمحل أبوها شافته لسه شغال في وقت متأخر جداً، وحست بقلق شديد عليه، لكنه حاول يهديها وقال ليها إنه كويس وغير الموضوع عشان ما يخليهاش تشيل همه. اليوم اللي بعده جو يون بيصحى بصداع فظيع، وبيدرك إنه خسر التحدي قدام سوجونج، والأسوأ إنه كشف عن شخصيته الحقيقية قدامها. بعد شوية راح يقابل جدته عشان يناقش معاها مشروع الشركة، لكنها حذرته إنه ما يعملش أي غلطة تاني زي اللي حصلت قبل كده، وهو وعدها إنه مش هيخذلها تاني وإنه هيتصرف كويس. على الجانب التاني سوجون كانت لسه متضايقة من اللي حصل امبارح، وهي قاعدة مع زمايلها بيحكوا عن إزاي جو يون خسر تحدي الشرب. فجأة جو يون بيظهر بنفسه وبيسمع كلامهم بوجه بارد ومتجمد، وكأن إعصار هب عليهم فجأة. سوجون كانت لسه مخلصة شغلها، لكن جو يون دخل عليها وانتقدها قدام كل الزملاء وقلل منها عشان شغلها ما كانش انتهى. سوجونج حست إن كرامتها اتهانت، فوقفت وراحت على مكتب جو يون وهاجمته بكل غضب، وقالت له إنه ما عندوش أي حق يهينها بالشكل ده. جو يون رد عليها بحدة وهددها إنه ممكن يطردها، لكن سوجونج اللي كانت نار الغضب ولعت فيها ما خافتش منه خالص، بل بالعكس تحدته. زمايلها في الشغل راحوا ينقذوها بسرعة وحاولوا يهدوا الموقف وسحبوها بره المكتب. بعدها وهي واقفة فوق سطح الشركة، واحد من زمايلها قال ليها حاجة صادمة، وهي إن جسيون هو الحفيد الوحيد لمالك شركة يونغ سونغ، وكمان الوريث الوحيد. سوجون كانت مصدومة وحست بالخوف، لأنها لو جو يون قرر يطردها بجد يبقى الموضوع مش مجرد تهديد على الفاضي. وبسرعة بدأت تفكر في طريقة تخليها تحافظ على وظيفتها. في نفس الوقت شين وون راح لجو يون وقال له إن سوجونج في الحقيقة موظفة مجتهدة وشغلها ممتاز وما عندهاش أي مشكلة في أدائها، ونصحه إنه ينسى اللي حصل بينهم ومكبرش الموضوع. لكن الكلام ده خلى جو يون يتعصب أكتر، وقال لشين وون بحدة إنه مش محتاج نصايحه ولا عاوز يسمع أي حاجة تانية عنها. بالليل سوجونج قررت تراقب جو يون عشان تلاقي أي نقطة ضعف عنده، لكنها اتفاجئت لما شافته لابس هدوم بألوان فاقعة وستايل غريب جدا، حاجة ما كانتش متوقعها منه نهائياً. فضلت ماشية وراه من غير ما يحس لحد ما وصل لاستوديو موسيقي. فجأة جو يون لف بسرعة. سوجونج بالعافية لحقت نفسها من إنها تتكشف بعد ما خبطت فيها بالغلط، وفي اللحظة المشحونة دي سوجونج شافت حاجة ما كانتش تتوقعها. جو يون كان مبسوط جداً وهو بيستمتع بالموسيقى، شكله كان حر وسعيد بطريقة مختلفة تماماً عن البرود اللي بيظهروا في الشغل. لما رجعت البيت بسرعة بعتت له صورة كانت صورتها له وهو في الحفلة، وهددته بيها علشان ما يطردهاش. وبعد وقت قصير جو يون ظهر قدام بيتها بنفسه. أبو سوجونج شافهم مع بعض وعلى طول فهم الموضوع غلط وافتكر إن جو يون حبيبها. جو يون كان متعصب جدا من سوء الفهم ده، وبدل ما يشرح طلع عليها عقد اتفاق وقال ليها إنها لازم تمسح الصورة، وفي المقابل هو مش هيطردها من الشركة. تاني يوم سوجونج كانت مبسوطة لأنها أخيرا ضمنت وظيفتها، لكن فرحتها ما كملتش، لأنها لاحظت إن العقد اللي مضت عليه بيجبرها على إنها تبقى متاحة طول الوقت لأي طلب من جو يون، كل ما يطلبها لازم تجاوب فورا. مع الوقت الضغوط اللي بيحطها عليها زادت جدا، وبدأت تحس إن الموضوع مش مجرد عقاب، بل إن جو يون عايز يضمن إن هويته السرية تفضل مخفية. وفي وسط ده كله وهي بتجاوب على رسالة من هجين، جو يون بدأ يشك فيها ويفتكر إنها بتحاول تفضحه. لكن سوجونج بسرعة قالت له لأ، وقالت له إنها كانت بس بتبعت صورة عن الأكل، وإن الموضوع مش خطير ولا حاجة تستاهل القلق. جو يون كان بيحاول يقنع سوجونج إنه هيلتزم بالعقد اللي بينهم، وبعدها بوقت قصير فجأة طلب منها تروح معاه محل هدوم. طلع إنه عنده حفلة مهمة ولازم يحضرها، وعايز سوجونج تساعده يختار هدوم مناسبة. وبعد ما اختار هدومه ومن غير تفكير اشترى لسوجونج هدوم كمان وطلب منها تجربها.
في الوقت ده في مكان تاني شين وون كان بيبحث عن مطعم، لكنه اتفاجئ إن عجلة كانت هتخبطه. لحسن الحظ هاجين كانت موجودة وسحبته على جنب قبل ما يحصل له حاجة، لكن أونهو حبيبة شين وون كانت شايفة كل حاجة وحست بغيرة شديدة، وبدأت تتهمه إنه لطيف مع كل الناس لكنه عمره ما عبر عن حبه الحقيقي ليها. وبعد نقاش حاد أونهو قررت تسيبه، وبدون أي اعتراض منه بيوافق على الانفصال، وده خلاها تتعصب أكتر وتمشي وهي غضبانة جدا. هاجين اللي كانت متفاجئة من اللي حصل حاولت تهون على شين وون وبتدعوه ياكل معاها عشان يغير جو. نرجع لسوجونج وجويون اللي أخيراً وصلوا الحفلة اللي فيها ناس مهمة جدا. جوه الحفلة جويون بيقابل واحد صاحبه من زمان، لكن بدل ما يكون لقاء ودي الوضع قلب خناق. صاحبه بدأ يسخر منه والجو توتر بينهم لحد ما وصلوا لمرحلة إنهم يتخانقوا بجد. وفي مكان تاني في الحفلة سوجونج كانت واقفة لوحدها، وفجأة جه واحد حقير بيحاول يقرب منها. سوجونج رفضته بأدب لكنه مقابلش الرفض وبدأ يتعامل معاها بوقاحة. قبل ما الأمور تتطور للأسوأ جويون شاف اللي بيحصل وفوراً تصرف بانفعال شديد. قام وخبط الراجل بقوة لحد ما وقع في حمام السباحة قدام كل اللي في الحفلة. كل الناس شافت اللي حصل والموقف كان ممكن يبقى كارثة، لكن جويون عشان يسيطر على الوضع فجأة مسك إيد سوجونج بقوة وبصوت عالي ناداها حبيبتي. بعدها شدها وخرجوا من الحفلة بسرعة. سوجونج اتصدمت لما سمعته بيقول الكلمة دي واتجمدت في مكانها من الدهشة. كل الناس استغربوا لما شافوا جويون بينادي سوجونج بحبيبتي وهي مش فاهمة ليه بيناديها كده. بس جويون بسرعة وضح إنه كان بيتكلم مع صاحبه اللي في المية مش معاها، وبيقول ليها إنه كان شايف إن صاحبه ده مشهور في أمريكا بيكره الحر فعلشان كده بينزله في المية. لما جويون سأل صاحبه إذا كان كويس صاحبه رد وهو غضبان ليه بيدافع عن البنت دي. جويون بيقول له بكل برود وقال له إن دي موظفة مهمة جدا في شركته وما ينفعش يستغنى عنها. الكلام ده خلى سوجونج تتفاجئ، وبعدها جويون بياخدها وبيخرجوا عشان الدنيا هتمطر. في العربية لما المطر بدأ ينزل سوجونج استغربت إزاي عرف إن الدنيا هتمطر. جويون بكل بساطة بيشاور على الساعة الذكية بتاعته وبيقول ليها إنها كل يوم الصبح بتقول له على الطقس بدقة. بعدها سوجونج كانت عايزة تمشي بس جويون رفض، فسوجونج اتنرفزت وقالت إنها جعانة جدا وتعبانة وإنه يرحمها بقى ويسيبها تمشي، وبدأ بطنها تصدر أصوات. فجويون ضحك وأخدها على مطعم. بعد الأكل سألته هو ناوي يعمل إيه، وأكيد مش هيفضل يراقبها طول الليل، وبتحاول تطمنه إنها لو حاولت تكشف أي حاجة عن حياته الشخصية أكيد هيبهدلها بالقضايا لحد ما تفلس. بعد شوية شافت طفل ماسك عروسة، فسوجونج قالت إنها لطيفة جدا وإنها عايزة عروسة زيها. جويون أول ما سمعها خلاها تمشي من الشغل على طول. سوجونج استغربت جدا بس هي ما صدقت، واكتشفت إنه قرر يقلل مراقبته ليها لأن عندها نفس هواياته. لما وصلت البيت بدأت تبحث على سعر الفستان اللي جويون جابه ليها، ولما لقيته غالي جدا قررت تراجعه. في الوقت ده شين وون بيكون في المطعم وبيقول لهاجين إنه شاف حسابها على إنستجرام وانبهر بذوقها الفريد والأكلات اللي بتنشرها، وبعدين بدأ يشرح ليها إزاي تاخد صور احترافية لجذب زباين أكتر لأن أكلها يستحق. وأثناء الشرح فجأة قلبه ده بسرعة لما هاجين بتقرب منه. تاني يوم سوجونج بترجع الفستان لجويون لكنه بيقول ليها اغسليه الأول قبل ما ترجعيه، وهي استغربت وقالت إنها لبسيته لحظة بس وإنها مش ناوية تحتفظ بيه. جويون بكل هدوء بيقول ليها دي أقل حاجة من الأدب، واقترح إن الناس لازم تتعلم الأخلاق أكتر. بتحس سوجونج بالإحراج وبتوافق وبتقول له إنها هتغسله وترجعه، بس جويون افتكر شكلها وهي لابسة الفستان اللي هو اختاره ليها، ووقتها بنفهم إنه كان متضايق عشان هي مش مقدرة الهدية بتاعته. في اللحظة دي سوجونج كانت متعصبة وبتتكلم بصوت عالي عنه مع زمايلها، وفجأة جويون بيظهر، فسوجونج بسرعة بتغير كلامها وبدأت تهزر، ومن كتر غضبها بتحاول تضربه من ظهره لكنه بيشوفها. بعدها الاجتماع بيبدأ في جو متوتر، وجوسونج اقترحت إنهم يستغلوا منطقة جانجنام وقالت إنهم لو عملوا الخطة دي مش هيبقى عندهم أي مشكلة في الزباين، وده كان بالظبط نفس اللي جويون كان بيفكر فيه. فجويون بيقول إنهم يبدأوا في التنفيذ على طول. سوجونج قالت نفس الشيء، بس باقي الموظفين كانوا مستغربين من اللي بيحصل لأنهم كانوا فاهمين بعض كويس، كانوا بيتكلموا بلغة ليهم لوحدهم. الناس شكوا إنهم كانوا مخططين مع بعض من الأول وإنهم ما استنوش، وعلى طول اتحركوا على منطقة جانجنام عشان يبدأوا تنفيذ الخطة. وهناك جويون اقترح استراتيجية تخلي المحل يوصل لعدد أكبر من الزباين الجدد. وهو بيتفرج في الدور الثاني سوجونج بتلاحظ علامة تجارية مشهورة للنظارات.
جويون على طول اتباهى بيها وبيقول إنه بيستعمل المنتجات اللي من الشركة دي بس. سوجونج ما كانتش مهتمة أساساً، بس لاحظت إن آخر حرف في اللوحة كان مايل. في الوقت ده كان في راجل متضايق لأنه اكتشف إن نضارته اللي سعرها 1,000,000 وون محتاجة تصليح ب800,000 وون، رغم إن الموظفين حاولوا يشرحوا له لكنه بيرفض يسمعهم. جويون بيتدخل وبيقول لو مش قادر يفهم قيمة العلامة التجارية يبقى ما ينفعش يلبسها. الراجل اتعصب وسأله هو مين عشان يتكلم معاه. جويون بكل هدوء رمى النضارة، لكن سوجونج الغلبانة بتمسك النضارة وبيروح ياخد نضارة شمس وبيلبسها وعمل فيها موديل وشكله نرجسي. لكن الراجل ما اهتمش بكلامه وبيقول له يمشي من قدامه وما يصدعوش. جويون كان هينفعل عليه، بس سوجونج بسرعة اتدخلت وعرضت عليه نضارة تانية تناسبه أكتر، وقالت له بدل ما تدفع مبلغ كبير على التصليح اشتري نضارة جديدة أفضل وبسعر أرخص. الراجل اقتنع وجربها على طول، وفجأة جويون بيتفاجئ إنه اللي قدامه ده هو المغني اللي هو معجب بيه جدا. وبعد ما الراجل اشترى النضارة، سوجونج بيقول لجويون إنه ما ينفعش يتعامل مع الزباين بالشكل ده. وجويون وقتها استوعب إنه كان هيغلط غلطة كبيرة وكان هيتخانق مع الشخص اللي بيحبه، وبيرتاح إن سوجونج كانت موجودة وقتها. سوجونج فجأة اكتشفت إن المغني ده هو نفسه اللي غنى في الحفلة اللي فاتت، وقالت له ليه ما كلموش من الأول وقال له إنه بيحب أغانيه. لكن جويون كان متوتر، فجوسونج بتقترح إنها تجيب له توقيعه. جويون على طول طلع القلم من علبة النضارة وإدهولها وراح استخبى ورا الحيطة بيراقب اللي بيحصل. المغني وافق ووقع عليها، وبعدها بتقول لجويون يجي ياخد صورة معاه. جويون أول ما سمع كلمة تصوير مع نجم عينيه لمعت، بس سوجونج بتقول له لو اتصور وتعرفوا عليه الموضوع هيبقى مش لطيف، وبتقترح عليه إنه ياخد صورة له بس كأنه بياخد صورة ليهم هما الاتنين، وهيبقى مبسوط بالصورة حتى لو مش بشكل مباشر. بعدها سوجونج بتبص في الصور وبتستغرب ليه مش باين منها غير صباعين بس في الصور. جويون بيقول ليها لأنها مش فان للمغني فكويس إنها حتى ظهرت. جويون كان مهووس بتوقيع المغني بتاعه ومش قادر يشيل نظره من عليه. بعدها سوجونج قالت بعصبية إنها مش هتبعت الصور له، لكن جويون بدأ يمدح في المغني بتاعه، وسوجونج بتقول له إنه شيء جميل إن الواحد يلاقي حاجة بيحبها مش حاجة سهلة، وإنها شايفة إن حتى الوريث لازم يكون عنده هواياته الخاصة. لكن جويون فجأة بيتغير وبيقول ليها وهو متضايق إن قرار مين اللي يبقى الوريث مش في إيديها، ده قرار رئيسة الشركة. سوجونج اتعصبت وبتسيبه وبتمشي، لكن جويون بيمسك إيدها عشان كانت هتقع في المايه. وفجأة نافورة المايه اشتغلت وهم واقفين بيبصوا لبعض. لما رجعوا المكتب، جويون بدأ يمدح سوجونج قدام السكرتيرة كيم وإنها شاطرة في شغلها جدا. السكرتيرة استغربت وقالت له إنه كان عايز يتخلص منها من يومين، لكنه بيقول ليها إن دلوقتي الوضع يتغير وإنها مش وحشة زي ما كان فاكر. السكرتيرة بتستغرب من كلامه كله. على العشاء سوجونج فجأة هي كمان بدأت تمدح جويون قدام زمايلهم، وقالت إنه مدير شاطر جدا في شغله وسريع في اتخاذ القرارات وكمان لطيف. زمايلها بيستغربوا من كلامها، وواحد من زمايلها كان حابب يتأكد وبيسألها لو كانت بتتكلم عن نفس الشخص اللي كانت بتشتمه الصبح، لكنها بتقول إن المهم إن الشغل يتم بشكل كويس وخلاص. في آخر اليوم سوجونج بتكون في المكتب بتشتغل عشان تلحق تخلص الحاجات اللي اتأخرت فيها بسبب خروجها مع جويون الصبح. وفجأة جويون بيدخل وبيبص ليها وبيقول إنها بسبب جدوله المفاجئ اضطرت تشتغل وقت إضافي وبيتضايق من نفسه، وبيروح يقول ليها تمشي وتروح بيتها ترتاح. سوجونج بتقول له ماشي وهي متضايقة لأنه بيتكلم بغرور شديد وهي بتتعصب من طريقته. بس فجأة جويون بيرجع وبيقول ليها مش لازم تغسلي الفستان وتخليه عندها وإنه مش عايزه أصلا، وبعدها مشي وهو محرج شوية. بعدها بنشوف شينوان قاعد مع جويون وبيسأله لو كان بيؤمن بالقدر، لكن جويون افتكر وقت ما سوجونج رفضته لما كان صغير، فبيحذر ابن عمه إنه ما يسلمش قلبه لحد لأنه لو اترفض هيعيش في عذاب. وبنشوف إن جويون لسه متأثر بموقف رفض سوجونج له، بس شينوان في لحظة بيقول له أنت كنت بتفكر في حبك الأول صح؟ جويون ما بيجاوبش وبيغير الموضوع. بعدها لما رجع اوضته المفضلة حس إنه رجع لحقيقته، بدأ ينظف الحاجات اللي بيحبها وسمع مزيكا وهو بيرتب كل حاجة بحماس. كلام سوجونج لسه في دماغه إنه مش غلط إنه يهتم بالحاجات اللي بيحبها وبتسعده. الكلام ده خلاه يحس بالفخر بنفسه. تاني يوم جويون وسوجونج كانوا في الأسانسير مع بعض بالصدفة، وسوجونج بتسأله عن توقعات الطقس النهاردة. لما قربت منه تشوف الساعة قلب جويون بدأ يدق بسرعة، والاتنين بصوا لبعض بنظرات كلها مشاعر. بس فجأة السكرتيرة بتاعت جويون بتظهر، فسوجونج بسرعة سابت إيده، والاتنين اتوتروا وبدأوا يبرروا الموقف وبيهربوا من المكان. في اللحظة دي
سو جونج والسكرتيرة لاحظوا لعبة وقعت على الأرض. جو يون شك إنها لعبته، فلف بسرعة بالعربية عشان يرجع البيت ويتأكد. لما فتح الخزنة اتصدم إن واحدة من ألعابه مفقودة وواقع على الأرض، وبنشوف فلاش باك لكلام جدته وهي بتلومه هو وألعابه على موت ابنها. جو يون بدأ يعتذر ليها، لكن جدته ببرود شديد قالت إنها مش معترفة بيه كحفيد ليها، وبعدها كسرت كل ألعابه. وبنشوف جو يون لمح لعبة تحت الترابيزة جدته ما خدتش بالها منها وبيقرر يحتفظ بيها، وبتكون نفسها اللي ضاعت منه. وبنرجع للحاضر، وجو يون بيرجع الشغل وسمع الموظفين بيتكلموا عن شخص مجهول بيحب الحاجات دي، وقالوا إنه أكيد شخص تافه وما عندوش حياة. جو يون بيزعل جدا من كلامهم. لما قابل سو جونج بعدها قالت له إنها هتنشر بوست تبحث بيه على صاحب اللعبة، فقال ليها ليه ما سألتنيش الأول؟ يمكن تبقى لعبتي. لكنها بتقول له بدهشة إنه كمان بيحب الألعاب دي. الكلام ده استفزه وخلاه يطلب منها ترجع له الفستان اللي كان سابه ليها قبل كده. سو جونج استغربت وقالت إنه هو اللي قال ليها تحتفظ بيه، لكنه بيقول ليها إنه غير رأيه وإنه مش فاتح جمعية خيرية عشان يوزع حاجات زي دي. سو جونج اتعصبت وقالت إنها ما طلبتش منه حاجة وإنها هترجعه يوم الاثنين. لكن المشكلة إن سو جونج كانت باعت الفستان، ولما حاولت تتواصل مع اللي اشتراها عشان تشتريه تاني رفض وقفل عليها كل الطرق. في الوقت ده جو يون كان بيلعب في أوضة الجيمز بتاعته، لكن فجأة الكهرباء قطعت، ففتح الكمبيوتر يبحث على النت عن كهربائي. والمفاجأة إن اللي كان هيصلح العطل هو أبو سو جونج، لكن أبو سو جونج كان مشغول في الورشة وبيرفض حتى لما جو يون عرض عليه 5 أضعاف السعر. لما بتعرف سو جونج إن فيها فلوس كتير بتوافق هي تروح مكانه. ولما بتيجي جو يون كان شايف كل حاجة من العربية، وهو بيتكلم معاها في التليفون حس إن صوت الكهربائي مألوف. في اللحظة دي سو جونج شافت توقيع مغني جو يون، وهنا فهمت إن دي قطة. ولما دخلت اتصدمت لما لقت الأوضة مليانة بالألعاب بتاعته وسرت فضح. وبنشوف جو يون لما كان صغير كان متعلق جدا بأهله، ودايما بيترجاهم يروحوا معاه لمهرجان الأنمي اللي بيحبه. لكن في يوم حصل حادثة مأساوية وأبوه وأمه ماتوا في لحظتها، ومن ساعتها بقى الشخص اللي جدته بتوجه له الذنب. في الأول جو يون كان زعلان منها، خصوصا لما دمرت كل الألعاب اللي تعب في تجميعها، لكن لما شافها بتعيط لوحدها في هدوء فهم إنها فقدت ابنها الوحيد زي ما هو فقد أبوه وأمه. ومن وقتها بيوعدها إنه هيشيل مسؤولية العيلة ويبقى الشخص اللي تتمنى تشوفه. لكن مع الوقت وهو بيحاول يحقق حلمها حس بوحدة قاتلة، فبنى عالم خاص بيه، مكان آمن بعيد عن الناس. وما كانش يتخيل إن سو جونج هتدخل المكان ده فجأة، وهي بدأت تتفرج على الألعاب بانبهار. وهو بسرعة قال ليها إنها أوضة أخوه وطلب منها تمشي فوراً، لكنها كانت مصممة تصلح الكهرباء وتشغل النور والموسيقى للمكان. وفجأة وهو مش قادر يتحكم في مشاعره لقى نفسه بيتحرك مع الإيقاع ورجليه بتتحرك مع النغمات. وقتها سو جونج فهمت إن الأوضة دي بتاعته. عشان تتأكد سحبت كتاب عشوائي من الرف، فجو يون اتوتر وحاول يمنعها، لكنه في الآخر بيمسك كتاب تاني بنفسه وبدأ يتكلم عنه بكل حماس من غير ما يفكر. الحركة دي فضحته وأكدت إن المكان ده بتاعه. جو يون كان متوقع إنها هتستغل السر ده ضده، لكنها بس ابتسمت وقالت إن الحاجات دي هتخليها تفهم شخصيته أكتر. وهي بترجع لورا كانت هتقع، لكنه بسرعة بيمسكها وعيونهم اتقابلت وقلبهم بدأ يدق بسرعة. قبل ما تمشي سو جونج قالت له بكل كسوف إنها هتسدد تمن الفستان وإنه ما يقلقش. جو يون كان متضايق فبيسألها ليه بعت الهدية اللي هو جابها ليها. وقتها سو جونج استوعبت إن الفستان ما كانش مجرد قطعة قماش بالنسبة له، لكنه كان طريقة يعبر بيها عن مشاعره. وقبل ما تقدر تجاوب عليه جالها مكالمة من المستشفى وإن أبوها وقع ورجله اتكسرت. ولأنه جو يون كان قلقان عليها وخايف تكون متوترة وتسوق العربية بسرعة، فقرر يوصلها بنفسه للمستشفى. وكمان رتب إن أبوها يدخل أحسن أوضة في المستشفى، وقال لها إنها ميزة لكل موظفين شركته عشان ما يحسسهاش إنها مش مديونة له. سو جونج ما كانتش متوقعة إن جو يون عنده الجانب الحنون ده. بعد ما ودعته فضلت قاعدة لوحدها في ممر المستشفى وهي بتفتكر لحظة وفاة أمها في المكان ده. ورغم إنها عارفة إن إصابة أبوها مش خطيرة، إلا إنها ما قدرتش تمنع نفسها من الشعور بالحزن. جو يون رجع ومعاه شنطة فواكه لأبوها، ولما لمح سو جونج وهي بتمسح دموعها ما قالش أي حاجة، بس بهدوء حط الشنطة عند مكتب الممرضات وبعت ليها رسالة عشان تروح تاخدها. بعدها أخوها وصل عشان ياخد مكانها في رعاية أبوها، وسو جونج رجعت تجيب أدواتها اللي نسيتها، لكن فجأة عربيتها باظت في الطريق. جو يون شافها وطلب منها تنزل فوراً عشان يصلحها. هي كانت هتمشي بيها كده مؤقتاً،
لكنه بمنتهى الحزم وقف عند باب العربية ومنعها تتحرك، وقال ليها إنها مش هتتحرك قبل ما تتصلح، وإن أبوه وأمه ماتوا في حادثة عربية، وإنه مش هيسمح لأي حد حواليه يعرض نفسه للخطر. ولأن العربية كانت محتاجة وقت عشان الصيانة، جو يون سلمها مفاتيح عربية تانية وقال ليها إن اعتبريها استعارة لحد ما عربيتك تبقى جاهزة. سو جونج حست إن ده تصرف مبالغ فيه ورفضت وقالت إنها ممكن تركب الأتوبيس، لكن جو يون قرب منها وهمس بهدوء إنها ليه مش سايباله فرصة يتصرف بكرم شوية. هو كان عايزها تخبي على الناس الجانب الطيب اللي عنده، مش عايز حد يعرف إنه مش متجمد المشاعر زي ما بيبان. سو جونج في النهاية بتوافق وبتاخد العربية الجديدة وبترجع على البيت. اليوم اللي بعده جو يون سافر في رحلة شغل مع السكرتيرة بتاعته، وهم في الطريق طفل صغير خبط فيه بالغلط ووقع التابلت بتاعه على الأرض فالشاشة اتكسرت. المشكلة إن التابلت كان فيه مستندات مهمة لازم يستخدمها. لحسن الحظ كان فيه نسخة احتياطية على كمبيوتر الشركة. السكرتيرة بتاعته قررت تتصل بالمكتب وبتطلب إرسال الملفات، لكن فجأة جو يون افتكر حاجة وبيمنعها وقال ليها بهدوء إن عنده نسخة على موبايله. بعدها على طول دخل الحمام بسرعة، وبدل ما يبص على موبايله كلم سو جونج وطلب منها تروح مكتبه وتبعت له الملفات على الكمبيوتر. سو جونج كانت مستغربة ليه جو يون غامض كده، لحد ما طلب منها بجدية تكتب كلمة السر، وبيحذرها إنها لو قالت كلمة السر دي لأي حد هينتقم منها. جو يون همس بالكلمة، لكن سو جونج ما سمعتش الكلمة كويس وطلبت منه يعيدها مرة تانية. جو يون افتكر إنها سمعت بس بتستفزه، فقرر يقولها بصوت عالي وواضح. سو جونج لما سمعت كلمة السر ما قدرتش تمسك نفسها من الضحك. الكلمة يا عزيزي كانت أنا الشيطان بس بالياباني، فكانت مستحيل تتخيل إن مدير محترم زي جو يون يكون بالعقلية الطفولية دي لأنه مهووس بالأنمي. خلال الشغل لاحظت سو جونج إن جو يون عمره ما شرب مشروبات الشركة، فقررت تجيب له شوكولاتة ساخنة النوع اللي بتحبه، وأول ما بيشربها حس بطاقة رهيبة كأنه طفل فرحان بالحلويات. في الأول جو يون كان متضايق من إن سو جونج كل شوية تكتشف حاجات عنه، لكنه دلوقتي بدأ يحس إن فكرة إن حد يفهمه مش سيئة للدرجة دي قوي. الكلام ده رجع سو جونج بالذكريات للشخص اللي كانت بتحكي له عن فقدانها لأمها، وكان دايما بيواسيها في اللعبة زمان، وكانت بتعتبره ملجأها النفسي. لكن لما قابلته على أرض الواقع كل حاجة انهارت، واللي بيكون جو يون يعني بس هي مش عارفة. في نفس الوقت شينوان كان مستني يشوف هاجن كل يوم، وأخيراً قرر يعترف ليها بمشاعره بصدق، وقال ليها إنه عايز يكون معاها، لكنها بدون أي تردد بترفضه على طول وبتقول له إنها كانت متجوزة قبل كده وزواجها فشل ومش مستعدة تدخل في علاقة جديدة. بعد ما قفلوا المطعم هاجين قررت تروح لشركة السو جونج عشان تقابلها وتعزمها على العشاء، بس وهي ماشية بالصدفة قابلت جو يون. هاجين اللي كانت تعرف جو يون زمان في الجيم بتنادي عليه باسمه في اللعبة. وقتها افتكرت هاجين إن جو يون قبل ما يسافر أمريكا قابلها مرة وقال ليها إنها لو شافته في المستقبل تتظاهر إنها ما تعرفوش، لأن بقى عنده مسؤوليات كبيرة لازم أشيلها. هاجين ما كانتش عايزة تقطع علاقتها تماماً بالماضي، وما كانتش عايزة تخسر صاحبها في الجيم، فاقترحت عليه إنه لما يكون في مهمات للجروب لو جو يون فاضي يقدر يدخل يساعدهم. وهكذا فضل التواصل بينهم مستمر لكن بشكل غير منتظم. في الوقت ده جو يون بدأ يشك إن هاجين اكتشفت هويته الحقيقية وبتحاول تراقبه، لكنه لما اتأكد إنها جت بالصدفة قرر يثق فيها مؤقتاً، لكنه حذرها إنه حتى لو تقابلوا تاني لازم يتعاملوا كأنهم ما يعرفوش بعض. أول ما جو يون بيمشي سو جونج وصلت وأخدت هاجين على مطعم مشهور، وأثناء الأكل حكت ليها عن تعب أبوها اللي دخل المستشفى وإنها كانت مشغولة جداً الفترة الأخيرة، لكن لحسن الحظ المدير بتاعها ساعدها كتير. هاجين استغربت لأن سو جونج دايماً كانت بتوصف المدير بتاعها إنه شخص مجنون، لكن دلوقتي وهي بتتكلم عنه ملامحها كانت فيها إعجاب وحيرة، فبدأت تشك إنها عندها مشاعر ناحيته مع إنها دايماً بتقول إنها بتحب تعيش لوحدها. سو جونج كانت متوترة ومشوشة. في الوقت ده جو يون كان بينفذ تعليمات جدته بخصوص إعادة هيكلة الشركة، فبيطلع قرار جديد واضح إنه غير منطقي، بس كان بيختبر الموظفين مين فيهم عنده الجرأة يعترض. في النهاية الوحيدة اللي ما خافتش واعترضت في الاجتماع كانت سو جونج وطلبت بتعديل القرار. وقتها جو يون كشف إن ده كان مجرد اختبار وإنها الوحيدة اللي عرفت تتجاوزه. أعلن بعدها إنه هيعمل مقابلات شخصية مع باقي الموظفين، وده خلاها تحس إنها ضحك عليها. زعلت وطلعت فوق السطح تقعد لوحدها، فجو يون راح وسألها بتعملي إيه لما تبقي متضايقة. لما عرف إنها كانت بتحب تلعب جيمز زمان
لكنها بطلت بعد ما حد خدعها قرر ياخدها الملاهي، وقال ليها إن الملاهي مش زي الجيم أونلاين، مش هيكون فيها خداع، وبنشوفهم بيستمتعوا بوقتهم وبيلعبوا مع بعض وبينسوا كل الهموم للحظة وبيتنافسوا في اللعب. وسو جونج بترفض تخسر، وبعد ما انتهت الجولة بتمسك إيد جو يون بدون ما تحس واتدلعت عليه عشان يلعبوا جولة تانية. لكنها فجأة أدركت إن تصرفها كان جريء جدا، فسابت إيده بسرعة والاتنين تجاهلوا اللحظة دي كأنها ما حصلتش. بعدها بفترة هاجين كلمت سوجونج وبتقول ليه هتيجي عندها على العشاء، ولما عرفت إنها مع المدير بتاعها قررت تعزمهم هما الاتنين عشان تتعرف أكتر على المدير الأسطوري بتاعها. وهما في الطريق للمطعم سوجونج فجأة لاحظت إن رباط جزمتها انفك، فكانت هتربطه، لكن جو يون نزل على ركبته وساعدها. لما رفعت عينيها لقوا نفسهم بيبصوا لبعض عن قرب، والمسافة بينهم بقت قريبة جدا. كان الزمن وقف، وكان الدنيا كلها اختفت وما فضلش غيرهم بس. لكن اللحظة السحرية دي اتكسرت لما هاجين بتكلم سوجونج بسرعة وبتقول ليها بلاش تيجي، لأن الشخص اللي هي رفضته وهو صغير موجود عند مطعمها. وهي بتتصدم ووشها اتغير تماما وبقت مرعوبة. جو يون كان بيكلمها لكنها كانت متوترة وبتحاول تخبي نفسها ورا الباب لأنها مش عايزة سون يكتشف الحقيقة. وعلشان تخرج نفسها من الموقف حاولت تكذب عليه، وهي ما خدتش بالها إن إيديها كانت محطوطة على صدره. ولما هو نبهها اتصدمت وسحبت إيديها بسرعة وهي بتضحك معاه. في نفس الوقت هاجين في المطعم كانت مصدومة من حقيقة إن الولد اللي كان معاهم في اللعبة هو نفسه مدير سوجونج. في طريق الرجوع سوجونج قالت إنها هتنزل عند محطة الأتوبيس، لكن جو يون كان عايز يفضل معاها، فبيسألها بتركب أتوبيس إيه. سوجونج بتفتكر إنه راجع الشركة، لكنها استغربت لما بتلاقيه إنه قرر يركب نفس الأتوبيس معاها. الاتنين قعدوا سوا بس كانوا ساكتين ومش عارفين يقولوا إيه. فسوجونج فجأة طلعت دبدوب كان كسبته من مركز الألعاب وبتديهوله هدية. جو يون بدل ما يتأثر بدأ يسخر منها وقال إنه دبدوب مضروب وما فيهوش علامة جودة، بس رغم كده بياخد الهدية من غير نقاش. تاني يوم سوجونج بتسأل هاجين ليه الولد ده كان موجود عندها في المطعم، وإنها كانت فاكرة إن علاقتها بصحابها انتهت وإنها تعبت نفسها وجابت المدير عندها على الفاضي. لكن هاجين بتسألها إذا كان هي ومديرها مقربين من إمتى، لكنها بتقول ليها إنها كانت غلطانة ومش بالسوء اللي كانت فاكراه. هاجين بتسألها لو الولد اللي رفضته زمان طلع هو مديرها هتعمل إيه. سوجونج على طول رفضت الفكرة وقالت مستحيل، لأن الاتنين ملهمش أي علاقة ببعض، وإن الولد ده كان أسوأ حد في حياتها وعمرها ما هتحبه. وفي اللحظة دي المدير اتصل بسوجونج وبيتحول غضبها فجأة لنعومة، وهاجين كانت مصدومة من تصرفها. بعدها في الشركة هاجين قابلت جو يون وأخوه شين وون، وبالرغم من إنهم ما كانوش مقربين قوي لكنها كانت فضولية وسألته عن ماضيه العاطفي. شين وون بيحكي ليها إن جو يون زمان كان في كافيه إنترنت وكان بيلعب لعبة اسمها أسطورة الغرفة المغلقة، ولما دخل الجيش بيرجع وبيسأل شين وون عن طريقة يعترف بيها بحبه لبنت كان بيحبها من خلال الإنترنت. شين وون بيضحك وبيقول له بكل ثقة إنه ما يعرفش لأن البنات هم اللي بيعترفوا له بحبهم، وبيحكي ليها إن جو يون لما اعترف لبنت كان معجب بيها، مش بس اترفض، دي كمان قلت منه وأهانته قدام الكل. الموقف ده خلاه يقرر إنه مش هينسى الإهانة دي أبداً، ومن يومها قرر يركز على إنه يبقى الوريث المثالي لشركة يونغ سونغ. وإن أول حب في حياته ساب له عقدة نفسية لأنه حس إنه تعرض للإهانة والذل قدام الناس كلها. هاجين بتقول له لو شاف البنت دي تاني هيعمل فيها إيه، وبتعرفه إن البنت دي تبقى سوجونج، وإنهم دلوقتي بقوا مرتبطين ببعض أكتر من الأول، وإن جو يون لو عرف هيطردها من الشركة، أما لو سوجونج اكتشفت الأول هتنتقم منه وهتدمر الشركة كلها. وهنا الاتنين بيقرروا إنهم لازم يفرقوا بينهم بأي طريقة قبل ما تحصل كارثة. في اليوم اللي بعده جو يون كان مستني سوجونج، لكن شين وون بيقفل الباب بسرعة وبيستغرب جو يون من تصرفه، لكنه بيقول له إنه مستعجل وعنده شغل، وبيغير الموضوع وبيقول له إن سمع إن سوجونج معجبة بحد معين في الشركة. ولما بيرجع جو يون كان مبتسم وفرحان وبيقول مستحيل تكون معجبة بيه هو. أما سوجونج فلما رجعت المطعم بتلاقي كل الزباين رجالة عازبين قاعدين لوحدهم، وبتطلع خطة من هاجين عشان تخليها تخرج مع حد غير جو يون. حتى في الشغل بقت تقول ليها تشتغل لوحدها دايما. بعدها واحد من زمايلها جاب تصميم جديد، وأثناء ما الكل بيتفرج بدأوا يتكلموا عن مدير القسم كيم اللي بقى مشهور جدا في الشركة. زميلتها فضلت تمدحه. في نفس الوقت جو يون كان بيبحث عن سوجونج، لكن زميله قال له إنها خرجت مع حد تاني. جو يون بدأ يتجسس من بعيد ويسأل نفسه مين اللي سوجونج معجبة بيه ده،
وبيتصدم لما بيعرف إن مدير الاسم كيم ده أصلاً أخوه شينوون. جو يون عدى جنب كافيه بالصدفة وشاف سوجونج قاعدة مع شينوون وبيضحكوا مع بعض. فجأة حس إنه مش مرتاح. بعدها جو يون كان في مكان تاني وبيمسك كتاب بعنوان 6000 طريقة للحصول على قبلة، وقاعد يقرأ فيه بتركيز. وكل ما يقرأ كان بيتخيل المشهد اللي حصل قبل كده، وبيزيد غيظه إن البنت اللي بيحبها بتخرج مع حد تاني. فقرر يروح يقابل سوجونج علشان يفهم منها اللي بيحصل. قال ليها بصفته المدير مش هيسكت على الإشاعات اللي بتتقال عن الموظفين، وبيديها الرواية فبتفتكر إنه بيعرفها على كتاب جديد. لكنه قال ليها إنها لازم تبعد عن الشباب اللي بيلعبوا ببنات الناس، وبيقول ليها بحسرة إنه ما كانش متخيل إنها معجبة بالشينوان، بس هي بتجاوبه إنه فهم غلط وإن الكلام كله كان عن الشغل. هنا جو يون أدرك إنه فهم غلط، فبياكل الساندويتش علشان يدرى إحراجه. لما وصلت البيت بتسأله بهزار لو هي فعلا معجبة بالشينوان، ده شأنها هي حتى لو كان بيلعب بيها. جو يون بكل جدية بيقول ليها إنه مش هيسيبها تعمل كده، وهيفضل يمنعها لحد ما تبطل تحبه. في الوقت ده أخوها الصغير بيجي فجأة وشاف الموقف وراح يجري على أبوهم عشان يعرفوا إن أخته عليها ديون. بس لما شاف تعبير وشها استغرب وسأل لو كان المدير ده معجب بيها. بس أخوها سوبين بيضحك لأنه أخته سريعة الغضب ومستحيل حد يعجب بيها. تاني يوم في الشركة الاجتماع شغال والكل بيتكلم عن المشكلة الكبيرة. مزرعة جانغ هان رفضت توقيع العقد حتى لو دفعوا ليهم ملايين. سوجونج بتتكلم بحماس وبتقول لازم نحاول لآخر لحظة، بس زميلتها بتبص ليها بسخرية وبتقول ليها لو الموضوع سهل كده تروح توقع الصفقة بنفسها. وهنا الحماس بيتحول لتحدي، وسوجونج بتاخد القرار إنها تروح المزرعة بنفسها. في نفس الوقت جو يون بيسمع عن المشكلة وبيسأل ليه المزرعة مش عايزة تتعاون. الرد بيكون إنهم بيكرهوا رجال الأعمال الأغنياء، ولما بيعرف إن سوجونج راحت هناك لوحدها بيسيب كل حاجة وبيخرج من المكتب من غير ما يقول ولا كلمة. في نفس الوقت في مطعم هجين شينوون بيطلب يقابلها بحجة إنه عايز يتكلم عن إخواتهم الصغيرين، لكن وهو قاعد معاها بيبدأ يسألها عن حياتها. هجين بتستغرب لأنه مشغول في الشغل، لكنه بيتجاهل كلامها وبيقول بهدوء إنه فاضي وعايز يقضي الوقت معاها. في المزرعة سوجونج بتستغل الفرصة وبتساعد مديرة المزرعة، والست بتبص لها باستغراب وبتسألها ليه جت هنا. سوجونج بتضحك وبتقول إنها بتحب الآيس كريم بتاعهم وبتتمنى لو يبقى متاح في المولات. المديرة بترفع حاجبها وبسرعة بتفهم اللعبة وإنها من شركة يونغ سونج، وفجأة ملامحها بتقلب وبتطردها وهي بتقول إنها مش هتتعامل مع رجال الأعمال اللي همهم الفلوس بس. قبل ما سوجونج تقدر ترد فجأة جو يون بيظهر لابس شيك جدا وبحركاته المعتادة بيحاول يعرف نفسه. بس قبل ما ينطق سوجونج بتتصرف بسرعة وبتقول إنه أخوها الصغير والسواق بتاعها، وبتشد المديرة تركب العربية. وبعدها بتبص جو يون وبتقول إنه يوصلهم البيت. بعدها بتسأله سوجونج عن سبب وجوده وهو بيقول ليها إنه جاي علشان يكون مع البنت اللي بحبها. بعد لحظة صمت جو يون بيقترح إنهم يتظاهروا إنهم حبيبين بدل إخوات، بس سوجونج ما بتهتمش لكلامه وبيبدأوا يحاولوا يقنعوا مديرة المزرعة تتعاون معاهم، وبيشتغلوا مع الناس وبينقلوا البضايع وبيلعبوا مع العيال الصغيرة. بس المديرة مش بتبين أي اهتمام والوضع بيبان إنه مجهود على الفاضي. في النهاية بيقرروا يحاولوا مرة أخيرة، بس المديرة بتتعصب عليهم وبتقول ليهم يمشوا. بالليل جو يون قاعد يضحك على سوجونج لأنها بتضطر تلبس هدوم مديرة المزرعة لأنها ما كانش معاها هدوم تانية. ولما بيقعدوا معاها بيعرفوا منها إنها اتبرعت بكل ثروتها وعايشة في البيت البسيط ده. بعدها جو يون بيشوف صور ابن المديرة وبيحس بغيرة غريبة، فبيقول ليها إن حفيدها هيكون سعيد معاها. ولما بتبتسم المديرة سوجونج بتستغل الفرصة وبتحاول تقنعها توقع مع الشركة. بعدها بيعرف جو يون إن مفيش مواصلات وإنه مش هيعرف يرجع بيته، فبيتقرر إنهم يقضوا الليلة هنا. وهم قاعدين مع بعض جو يون بيسألها ليه بتشتغلي بجد كده؟ سوجونج بتبتسم وبتحكي له عن ماضيها وبتقول له إنها وهي صغيرة كانت بتحب تلعب في الجنينة، وفي مرة واحد من الجيران قال ليها إنها بنت وما تقدرش تطلع على الشجرة، ومن وقتها وهي بتحاول تثبت إن محدش يقدر يحكم على قدراتها. وهما بيتكلموا مع بعض سوجونج بيجي ليها اتصال من هاجين اللي بتحاول تبعدها عن جو يون بأي طريقة. سوجونج بدأت تشك في تصرفات هاجين، وفي اليوم اللي بعده جو يون بيطلب منها يتمشوا شوية وراحوا لمكان جميل في المزرعة. سون افتكرت إنه هيعترف بحبه، فقبل ما يتكلم قطعت عليه وقالت مش هينفع. جو يون كان مصدوم ومش فاهم هي بتتكلم عن إيه، بس هو كان بيسألها إذا كانت عايزة تروح معاه لمكان معين، وهي على طول افتكرت إنه بيخطط يعترف بحبه. في الطريق فضلت تراقبه، ولما وصلوا عند النهر
وقالت في سرها إنه أكيد هيعترف ليها هنا. لكن الصدمة إنه قال ليها إن ده المكان اللي المدير بيستخدم فيه المية علشان يعمل الخمور بتاعته. سوجونج كانت مصدومة إنها كانت غلط، وهي بتحاول تاخد شوية منها فجأة اتكعبلت وبتقع في حضن جويون، وهو استغرب وبيمشي بعدها. في النهاية المديرة بتوافق تتعاون مع الشركة بعد ما شافت جويون وسوجونج، وبيأكدوا ليها إنها مش هتندم على القرار ده. لكن اللي سوجونج ما تعرفوش هو إن جويون بيقابل المديرة من وراها وبيعرفها إنه المدير الحقيقي للشركة، وحكى ليها عن جدته اللي بتحب الشركة أكتر من نفسها وإنه بيحاول يحقق رغبتها. جويون قال لو المديرة وافقت على العقد فالشركة هتتبرع لصندوق خيري لدعم المستشفى المحلي، وهتستثمر في بناء مصنع للآيس كريم للأطفال المرضى. المديرة عجبها كلامه ووافقت، ولما بيرجعوا سوجون كانت متعصبة إن جويون ما اعترفش بحبه ليها، وهو مش فاهم هي متضايقة ليه. وهي دخلت البيت وقعدت تكسر كل حاجة حواليها، طلعت كل غلها في الدبدوب اللي جويون اداهولها، لكنها بتتصل على جويون اللي كان نايم. جويون افتكر إنها بتكلمه بسبب الشغل، لكن فجأة لقى نفسه بيتشتم في نص الليل وهي بتتعصب أكتر من تصرفاته الهادية. في اليوم اللي بعده لما راح الشغل فجأة بيسأل السكرتيرة عن أكتر حاجة بتحبها في جوزها. السكرتيرة استغربت إن المدير بيسألها عن حياتها الشخصية، لكنها جاوبت إنه راجل شهم ذكي وبيهتم بكل حاجة. كلامها خلاه يشك في نفسه أكتر، وقرر إنه يزود اهتمامه بالموظفين. في جولة مع الفريق قرر يعزم الكل على عشاء فاخر، وكان بيهتم بكل واحد فيهم وبيحاول يبين ده لسوجونج، بس هي بتبصله باستغراب وهي مش فاهمة حاجة. زمايلها لاحظوا اهتمام المدير بيها. بعد العشاء هجين اتصلت بسوجونج وبتسألها عن رحلتها للمزرعة، فسوجونج انفجرت وقالت إن جويون شخص غبي. هجين بتفرح وحست إن الموضوع انتهى، وبدأت تدبر ليها ميعاد جواز. بالصدفة جويون بيسمع كلمة جواز وبيكون متضايق جدا. بعدها بتاخد رأي زميلها اللي بيقول ليها إن كل أبطال قصص الحب بيتكسفوا يعترفوا بحبهم وإنه بيحبها أكيد. بتتشجع سوجونج وبتروح لجويون وبتقول له إنه متضايق عشان هتشوف عريس، لكنه بيقول ليها إنها زميلة شغل مش أكتر. ولما بترجع البيت بتقرر تروح بيته ومعاها الرواية اللي اداها لها وبتسلمها له ببرود، لكنهم بيتخانقوا أكتر وبيزيد الموضوع سوء. في نفس الوقت هاجين وشينوان كانوا مبسوطين جدا لأنهم حسوا إن إخواتهم بقوا في أمان وكل واحد بقى يكره التاني. لكن هاجين كانت مستغربة ليه شينوان دايما متواجد وبيساعدها في المطعم، حتى إنه قبل كده كان بيروح يجيب المنتجات معاها. شينوان بيعترف أخيرا إنه بيعمل كده علشان عايز يكسب حبها، وكان هدفه الحقيقي هو إنه يعترف ليها بمشاعره. لكن هاجين رفضته. وهو في طريقه للبيت شينوان بيصادف حبيبته القديمة اللي طلبت منه يرجعوا لبعض، وقالت له إنها كانت متهورة وقت الانفصال لكنها اتغيرت دلوقتي وعايزة فرصة تانية. شينجون كان واضح جدا وقال ليها إنه عمره ما أجبرها على حاجة، لكنه كمان لما حاجة بتنتهي عنده بتبقى انتهت فعلا، ومشي من غير حتى ما يبص وراه. تاني يوم سوجونج راحت تقابل عريس شافوه ليها أهلها، وكان محامي وسيم طويل شكله رائي وكمان غني وعارف يتكلم بذوق جدا. ولما سألها لو كانت بتحب الكابوريا افتكرت جويون اللي كان برضه شخص حساس وذكي زي المحامي ده. كانت سرحانة شوية، فالمحامي افتكر إنها مش بتحب الأكلة، لكن بسرعة فاقت وقالت إنها بتحبها. في الوقت ده جو يونغ كان قاعد في البيت بيقرأ شوية روايات، وافتكر كلام سو جونغ لما قالت له إنه لو استمر كده أكيد الكل هيسيبه زي حبيبته الأولى، وبدأ يفكر في كلامها. ولما عرف إن سو جونغ خرجت في ميعاد غرامي مخه باظ تماماً وما بقاش عارف يركز. حتى في اجتماع الشركة الجو بقى متوتر جدا، لدرجة إن الاتنين المساعدين حسوا إنهم حرفياً متجمدين مكانهم. وأول ما الاجتماع خلص حسوا إنهم رجعوا للحياة تاني. بالليل جو يونغ كان راجع مع الرئيسة وفجأة شاف سو جونغ وهي مع المحامي اللي كانت معاه، لكن قبل ما يحصل أي حاجة الرئيسة سحب جو يونغ وبيركب معاها وبيمشي. سو جونغ حست بتأنيب الضمير، لكنها برضو ما كانش عندها خيار تاني لأنها هي اللي قررت تخرج للموعد ده. لكن المشاكل ما وقفتش هنا، لأن في حفلة الشركة الرئيسة أعلنت رسمياً إنه لسه ما قررتش تخلي جويون الوريث الرسمي للشركة، وإنها ممكن تجيب مدير من بره أو حتى حد يهتم بالمجموعة بنفس الطريقة اللي هي كانت بتهتم بيها. بس برضو أكدت إنها شايفة إن جويون شغال كويس وإنها هتعلن للصحافة إنه الوريث الشرعي. في الوقت ده سوجونج والمحامي كانوا في مركز تسوق وماشيين مع بعض كأنهم في موعد غرامي. المحامي كان مستغرب إزاي بنت موهوبة زيها ما عندهاش حبيب، وبما إنه كان في المول طلب منها تساعده يختار هدوم جديدة. في نفس الوقت جو يونغ كان في نفس المكان اللي بيروحه واللي بيرتاح فيه،
لكن الغريب إنه أول مرة يحس إنه مش مهتم بالحاجات دي زي زمان، وكان حاسس بالملل وبيفتكر أيامه مع سوجونج وقد إيه كان سعيد وقتها، وإنه فعلياً ما بقاش ينبسط إلا وهي موجودة معاه. في نفس الوقت بتكون سوجونج بتستنى المحامي، لكنها بتلاقي حد بيسحبها فجأة وبتتفاجئ منه. بعد ما شد سوجونج على جوه أوضة تبديل الهدوم، جو يون اعترف إنه جاله جنان مفاجئ، وعشان كده قرر ياخد خطوة جريئة ويجي يقابلها. وأثناء اللحظة الرومانسية دي موظفين المحل بدأوا يحاولوا يفتحوا الباب من بره. في اللحظة الحرجة دي سوجونج قالت لجو يون يفضل جوه الأوضة وهي اللي هتتصرف عشان محدش يكتشفهم. بسرعة حاولت تلفت انتباه الموظفة بإنها علقت على لبس المحامي وقالت إنه مش لايق عليه خالص وسحبتها بعيد، وده أدى إن جو يون قدر يهرب من غير ما حد ياخد باله. بعد الخروجة اللي قضتها مع المحامي سأل سوجونج إمتى ممكن يقابلوا بعض تاني، بس هي ردت وقالت إن الفترة الجاية هيكون صعب يتقابلوا. في الوقت ده جو يون وصل فجأة وأنقذ الموقف بحجة إنه عنده شغل مهم في الشركة وطلب من سوجونج تمشي معاه. وأثناء ما هما ماشيين في الحديقة لما سوجونج بتشوفه كده سألت أنت ليه دايما بتتصرف من دماغك؟ مش عارف إن اللي بتعمله ده بيخليني في مواقف محرجة؟ لكنه رد بكل برود أنا مش شايف إني عملت حاجة غلط. وبيتكلم معاها إنه اعترف ليها بمشاعره وهي بتخرج مع شاب تاني غيره. وفجأة جت مكالمة من هجين، فسوجونج بتتهرب وبتقول إنها مشغولة دلوقتي وهتتكلم معاه بعدين. جو يون بقى عايش في وهم إنه أكيد وسمته خلت سوجونج تتوتر، وبيضحك ضحكاته الخبيثة المعتادة. لما بتروح سوجونج للكافيه هجين بتلاقيها متوترة وبتحس إن الموعد انتهى بشكل كويس، وبتسألها لو كانت هترتبط بالشاب ده خلاص. ولما سوجونج قالت إنها مش ناوية تكمل هجين بتستغرب وبتسألها هو مش كويس ولا إيه؟ بس المفاجأة إن سوجونج قالت إنها حاسة إنه تمام، رغم إنها أصلاً مش بتحب الشباب الأصغر منها ولا ذوقه في اللبس عاجبها. لكن اللي هجين ما كانتش تعرفه إن سوجونج كانت بتتكلم عن جو يون، مش المحامي اللي كانت في لقاء تعارف معاه. دماغها كانت مشغولة جو يون بس. أما جو يون بعد ما رجع البيت قعد يضحك مع نفسه مقتنع إن سوجونج أكيد محرجة بسبب اللوك الجامد اللي كان لابسه. أما سوجونج فبتفضل طول الليل مش قادرة تنام، وكل شوية تفتكر جو يون بتسأل نفسها هو بيحبني بجد ولا إيه؟ وأول ما خلصت كلام لقت رسالة منه بيقول فيها إنها ما تقلقش وإنه مش بيخدعها عشان ياخد حاجة منها وبعدين يرميها. الكلام ده خلاها تضحك من غير ما تاخد بالها، بس بتضايق من نفسها إنها بتضحك. وبعدها حست بانزعاج وغطت وشها بالبطانية وهي متضايقة. لما جو يون ما بيلاقيش منها رد بيفتكر إن النت عندها فصل وراح يدور حواليه يتأكد إن كل حاجة تمام. بعدين قال لنفسه مش مشكلة بكرة هشوفها والصبر جميل. في السوق هجين كانت متعصبة لأنها بترفض كل العرسان اللي بيتقدموا ليها وإنهم مستعدين يقبلوا بيها رغم وضعها وهي اللي بترفض. هجين بتفقد أعصابها وبتقول ليها إنها مش عشان انفصلت عن جوزها السابق تبقى معيوبة ومحدش هيقبل بيها، وأكدت إنها مرتاحة لوحدها وبتطلب من أمها تبطل الكلام ده قدام الناس عشان ما تجرحش مشاعرها. لكن أمها بدل ما تهدى بتسألها هو في حد في حياتها، لكن هجين ما بتجاوبش. في اليوم التالي في الشركة جو يون كان مستني رد سوجونج بفارغ الصبر لدرجة إنه بقى ماشي بطريقة غريبة وعمود ظهره مائل وهو بيدور عليها بعينيه في كل مكان. السكرتيرة كين بتستغرب وبتسأله لو بيبحث عن حد معين. بمجرد ما جو يون طلع فوق لقى سوجونج قدامه وقرر يتكلم معاها، لكن قبل ما يفتح بوجه لقاها بتتجاهله وبتروح تساعد زميلها عشان تتهرب منه. ولسوء حظه قابلها تاني في الاسانسير، كان عايز يسألها حاجة لكنها بسرعة غيرت الموضوع وبتسأله عن الكلاب الأربعة اللي عند زميله التاني وسابته واقف مستغرب. سوجونج بتحاول تتجنبه في كل مكان، حتى في وقت الغداء راحت ادت صينيتها لزميلها وبتخرج تاكل بره عشان بس ما تقعدش معاه. جو يون استغرب وسأل نفسه هي ليه بتفضل تتجاهلني، وبتروح مكتبها ولقيت زميلتها بتقول ليها على فكرة جو يون بقى ترند اليوم، الناس كلها بتتكلم عنه، طلع انه ابن عيلة غنية جدا ومقدر ليه انه يورث شركة ضخمة. في اللحظة دي سوجونج أدركت الحقيقة، انا عمري ما هكون في مستوى حد زيه. وهي راجعة بتقابله وبيكون مستنيها قدام المبنى. قررت تزوغ منه لكن كل المخارج كانت مقفولة فاضطرت تواجهه. جو يون سألها مباشرة ليه بتتجنبي بس انا؟ بتتكلمي مع الكل لكن انا لا. حاول يعترف بمشاعره بس سوجونج بتقاطعه وبتقول انت ناسي اننا في الشغل؟ انت وريث شركة ضخمة، هل تقدر تمسك ايدي قدام الكل وتمشي معايا من غير ما تفكر في العواقب؟ سوجونج بتطلب من جو يون انه ما يجيش يقابلها تاني. هو حاول يمسكها عشان يقول حاجة بس بعد تفكير حس انها عندها حق فسابها تمشي. في نفس الوقت شين وون بعد ما خلص شغله كان مشغول بكلام هجين اللي رفضته وسرحان لحد ما صاحبه كلمه وطلب منه يخرج يشرب معاه. خلصوا القعدة ومش عارف ازاي رجع تاني لنفس بار هجين. كل مرة بيشرب فيها بينتهي بيه الحال قدام البار ده كأن جسمه مبرمج على انه يروحه لوحده. جو يون مش قادر ينسى كلام سوجونج وقاعد
قاعد يفكر ازاي حد يرفضني بالشياكة والجمال ده. وفجأة شين وان ظهر عشان يحكي له عن مشاكله العاطفية، بس جو يون كان مكتئب فقال له قول اللي عندك بسرعة وامشي. شين وان اتضايق ورد عليه هو لازم أكون عندي مشكلة عشان أجي؟ أنت مكسور القلب وأنا كمان نقعد نشكي لبعض. شين وان اعترف إنه مش عارف يروح فين وخايف يلاقي نفسه عند هجين من غير ما يقصد. تاني يوم في الشغل بالصدفة جو يون سمع سو جونج وهي بتقول إنها رايحة مطعم معين. من غير تفكير راح وسألها رايحة مع مين؟ ردت عليه بكل برود مدير وموظف من الشغل. بترفض تقول أكتر لكنه كان مستحيل يتجاهل الموضوع وبيفضل يراقبها وبيروح المطعم وراها. أول ما دخل شافها بتعدل هدوم راجل فهاج وماد وقرر يتدخل وضرب الشخص اللي معاها. بس المفاجأة إن ده كان أخوها سوبين اللي كان بيعرف حبيبته على العيلة. جو يون لقى نفسه في موقف محرج فحاول يلم الموضوع بحجة إنه عنده اجتماع هنا واتلغى، وقرر يعزم عيلة سو جونج على العشاء عشان يحتفل بإنجازاتها في الشركة. الكل بصله مستغرب إزاي مدير كبير يكذب الكذبة دي قدام أهلها بكل ثقة. وفجأة سوبين وصله رسالة من حبيبته بتقول له إنها مش هتقدر تيجي. هنا جو يون ارتاح وطلب من الجرسون ينزل بكل الأكل. سوبين حس إن في حاجة غلط فخرج وسأله إيه نيتك مع أختي؟ لو نيتك لعب فخلي بالك أنا مش سهل. لكن جو يون رد عليه بكل جدية أنا بحبها بجد. في نفس الوقت في بيت رئيس مجلس الإدارة العمال قالوا إنهم نظفوا كل البيت ما عدا غرفة جو يون اللي منعهم من دخولها، وده بيخلي الرئيسة تشك فبتطلب من كيم إنها تروح معاها البيت عشان تفتش بنفسها. وأكدت عليها ما تقولش لحد خصوصا جو يون. بس اللي هي مش عارفاه إن كيم أصلا شغالة مع جو يون. في نفس اللحظة كان جو يون مع سو جونج وهي بتواجهه وبتسأله ليه دايما بيلاحقها. جو يون بيقول ليها إنه بيعمل كده عشان مش عاوز يشوفها مع حد غيره. وفجأة كيم بتكلمه وبتقول له إن الرئيسة رايحة تفتش قبضته. جو يون اتوتر وحاول يجري عشان يمنعها بس سو جونج بتقف في طريقه وقالت على الأقل قول لي ليه مرعوب كده من تفتيش بيتك؟ الحقيقة إن جو يون عنده صدمة من الماضي لأن كل حاجة كان بيحبها الرئيسة كانت بتحرقها قدام عينه، عشان كده هو مرعوب من إن ده يحصل تاني. سو جونج قالت له إنه لازم يفكر في خطة وأول حد خطر في باله هو شين وون. في الوقت ده شين وون كان موجود عشان يوقف الرئيسة بعد الاجتماع لكنه ما قدرش يعطلها لفترة طويلة. بعدها هجين بعد ما سو جونج طلبت منها عشان تعطل الرئيسة أي حد ممكن يساعد كان بيتم استخدامه. وأثناء ما هجين بتوقف الرئيسة شون لمحها وهي بتضحك في التليفون فما قدرش يمنع نفسه من الضحك معاها. لما شين وون شاف هجين لوحت له وهي مبتسمة وبتسأله عن سبب وجوده. حكت له إنها هنا عشان سو جونج طلبت منها حاجة. شين وون برضه قال إنه هنا عشان جو يون وإنهم ما كانوش متوقعين إن الاتنين اللي بيحاولوا يفرقوهم عن بعض طلعوا مقربين قوي كده. بعد ما خلصوا كلام هجين ودعت شين وون لكنهم بيفضلوا يبصوا على بعض وهم ماشيين. في بيت جو يون كان هو وسو جونج بيحاولوا يلموا حاجاتهم بسرعة لكن السكرتيرة كيم بتبعت له رسالة بتقول له إن الرئيسة رجعت دلوقتي مفيش مكان يستخبى فيه. فجو يون فكر في خطة سريعة. لما بينزل عشان يقابل الرئيسة بيمثل إنه كان خارج عشان الرئيسة ما تشكش فيه وما تطلبش تطلع الأوضة. وفعلا الرئيسة في الأول طلبت من جو يون يقعد شوية قبل ما يخرج وبعدين قالت له طلعني أوضتك أشوفها. في الأوضة كل حاجة كانت شكلها طبيعي لكن الرئيسة استغربت ليه محدش بيمسح المكتب ده؟ في حاجة مخبيها. بدأت تبص حوالين الأوضة كأنها بتدور على حاجة لكن بدل ما تلاقي مكان اختباء جو يون عينها بتقع على صورة عائلية. اللي حصل إن جو يون كان متوقع السيناريو ده فقبلها بدقايق طلع صورة العيلة بره مكانها الأصلي وحطها في مكان ملفت للنظر. هو عارف كويس إن الرئيسة بتكرهه بسبب الحادث اللي حصل زمان فاستغل ده لصالحه. بمجرد ما شافت الصورة الرئيسة بتقول له وهي متضايقة إنه يتخلص من الصورة دي الصورة دي بتفكرني إنك أنت السبب في الحادثة اللي ضيعت عيلتك وأنت مالكش حق تزعل ولا حتى تبكي عليهم. لكن جو يون بيقول ليها بهدوء إنه عارف وإنه بيحتفظ بالصورة عشان بيفتقد عيلته بس. الرئيسة بتصرخ فيه أنت مالكش أي حق تفتكر ابني. لو ما كنتش صممت يومها إنك تروح المهرجان كان دلوقتي هو اللي موجود وبيورث الشركة بدل ما أنت واقف قدامي. بعد كده بتاخد الصورة من إيده وبترميها على الأرض وبتناديه بالضعيف. لكن رغم كل ده خطة جو يون نجحت والرئيسة ما بتكشفش السر. سو جونج اللي كانت مستخبية في الأوضة بتسمع كل حاجة وكانت مصدومة لما بتعرف قد إيه جو يون عايش في ظروف صعبة. في العربية الرئيسة بتقول لكيم إنها تراقب جو يون كويس. كيم بتسأل لو تجيب حراس زيادة لكن الرئيسة بتقول بثقة عندي جواسيس كفاية هنا من غير ما تعرف إن كيم هي نفسها هي الجاسوس. بعدها سو جونج بتطلع تطمن على جو يون ولقت إنه بنفسه بدأ يحكي ليها عن كل اللي حصل زمان. بسبب عناده ورغبته إنه يروح مهرجان الكوميكس حصلت الحادثة اللي فقد فيها أهله. أمه وأبوه ضحوا بحياتهم عشانه ومن وقتها هو حاسس إنه لازم يعوض جدته بأي شكل لكنه في نفس الوقت مش قادر يتخلى عن سعادته الشخصية. بعدين وهو واقف قدام سو جونج بيفتكر كلامها لما كانوا عند النافورة لما قالت له استمتع بالحاجات اللي بتحبها. الجملة
دي كانت أول مرة تخليه يحس بشعور حقيقي من الراحة والحرية. جو يون في اللحظة دي قرر يعترف بحبه ليها. قال ليها إنه طول الفترة اللي فاتت كان دايما مخبي مشاعره، لأنه كان شايف إن الحاجات اللي بيحبها ما ينفعش حد يعرفها، بس دلوقتي هو واقع في حبها لدرجة إنه مش قادر يكتم إحساسه أكتر من كده. لما بتروح سوجونج البيت، أبوها لاحظ إنها مرهقة ومش على بعضها، فسألها بقلق: أنتِ كويسة بجد؟ كل مرة بشوف الابتسامة اللي بتحاولي تخبي بيها قلبي بيوجعني أكتر. وبعدين اعتذر ليها إنه مش قادر يكون سند قوي ليها، وإنه مش عارف يعمل إيه غير إنه يضحك عشان يهون عليها. سوجونج لما شافت أبوها كده حست براحة بسيطة وقالت له: ما تقلقش، أنا بخير، روح ارتاح. لكن لما بتدخل أوضتها، كل اللي كان في دماغها هو جو يون وكلامه اللي قاله ليها، وبدون ما تحس قررت تمشي ورا قلبها وراحت تدور عليه عند بيته. بس لما بتوصل بتكتشف إنه مش موجود، ولما حاولت تتصل بيه ما كانش بيرد. بعد تفكير بتفتكر إنه كان بيتكلم عن نافورة معينة قبل كده، فراحت على هناك وفعلا لقيته واقف لوحده. راحت له وبتسأله مباشرة: ليه في اليوم ده جيت هنا بسرعة كده؟ انت عارف انك لما جيت كل الاسرار اللي كنت مخبيها هتنكشف، صح؟ انت بتحبني بس عشان كده؟ لما بتشوفه بيهز راسه بنعم، بتسأله تاني: مش خايف ان ده يأثر على مكانتك كوريث للشركة اللي بتحلم بيها لو علاقتهم اتكشفت؟ بس جو يون كان رده بسيط: طالما انت جنبي كل حاجة هتبقى تمام. في اللحظة دي سوجونج خدت قرارها وبتقول له انها بتحبه. بمجرد ما سمع الكلمة دي ما كانش قادر يتمالك نفسه اكتر، جسده اتحرك لوحده وحصل اللي كان لازم يحصل. بس فجأة بتفتكر انها عايزة تسأله حاجة، بس حست ان الكلام قدام البيت مش مريح، فاقترحوا يتمشوا شوية عشان يتكلموا براحتهم. وهي ماشية معاه تسأله هيعمل ايه في الالعاب والكتب اللي نقلها لبيتها عشان الرئيسة ما تشوفهاش، فبيقول ليها انه لو نقلها ممكن الرئيسة تكتشف، فاقترح يخلي حاجاته عند سوجونج عشان يكون عنده حجة يجي يشوفها في اي وقت يحب. بتشوف ايده بتترعش، فقامت ماسكة ايده وقالت: انت لو متوتر انا لا. بعد شوية وصلوا للبيت، بس جو يون ما كانش عايز يسيبها، فقرروا يمشوا شوية كمان بحجة ان هو كمان عنده سؤال. سألها اذا كانت تعرف هاجين من زمان، فقالت انها اتعرفت عليها في لعبة اونلاين. لكن قبل ما تكمل كلامها عدى واحد بيجري جنبهم، فالاتنين اتكسفوا. جو يون بيحاول يسأل تاني لكن عربية بتعدي، فسوجونج بترميه ناحية الحيطة، وكل ما يحصل حاجة تلاقي نفسها بتستخبى. جو يون استغرب وقال ليها: انتي بتبالغي شوية مش كده؟ لما وصلوا عند البيت ودعوا بعض، لكن سوجونج استغربت من طريقة جو يون في التلويح بإيده، كانه بيشاور بحركة غريبة. بالنسبة له كانت الحركة دي معناها أنا بحبك. وسوجونج اللي كانت أصلا مرتبكة من مشاعره حست بضغوط أكتر، ما كانتش فاهمة معناها. بعدها بتبعت له صورة بنفس العلامة وهو بيطير من الفرحة. فعلا الاتنين دول مش ناقصهم غير جمهور يتابع خناقاتهم العاطفية. في بيت سوجونج الحبيب الوسيم بتاعها كان عامل نفسه فخم ومستنيها عشان يبدأوا اليوم سوا، بس وهم في وسط اللحظة الرومانسية أبوها خرج عليهم فجأة وسأل: إيه المدير عنده شغل هنا ولا إيه؟ سوجونج بسرعة غطت على الموضوع وقالت إن جو يون كان بيدور على شوية ملفات وجاي البيت عشان يلاقيها. الأب لحسن الحظ بيفتكر إن جو يون زميل شغل لبنته مش أكتر، وبيقول ليهم يخشوا سوا يبحثوا عنها. أول مرة يدخل أوضة حبيبته كان فاكر الموضوع هيبقى أصعب، بس طلع أسهل بكتير من اللي توقعه. بس بدل ما يبحثوا بيفضلوا يضحكوا سوا لحد ما أبوها دخل عليهم فجأة، فاضطروا يدعوا إنهم بيدوروا على مفتاح المخزن. جو يون ماسك دبدوب في الأوضة وكأنه بيكلمه وقال: أكيد أنت وحيد هنا صح؟ بعد ما عدى من فخ الأب وهو نازل حس إن في حاجة مش مظبوطة. شاف مجموعة مسامير متسمرة في باب السطح، فسأل سوجونج، بس هي حاولت تهرب من السؤال وقالت: بابا بيقطع فاكهة، تعالى كل معانا. لو كان عارف إن سوجونج هي اللي سمرت الباب من الغضب كان جري على طول. وفي الوقت ده سوبين أخوها الصغير رجع البيت فجأة وهو في حالة طوارئ بسبب مشاكل في بطنه. جري على الحمام لكنه اتفاجئ إن جو يون جواه. اللحظة كانت محرجة جدا لما سوبين بيطرده من الحمام، لكن الصدمة الأكبر إن سوبين فكر إن جو يون جاي يتقرب من أخته، فبصله بنظرة كلها تهديد وبيسأله عن سبب زيارته الحقيقية. سوجون كانت هتضربه لكنها بتفتكر إن جو يون موجود، ولو شاف العنف اللي جواها ممكن يهرب منها للأبد، فاضطرت تسامح سوبين المرة دي. فقالت له: أنت سايب الأوضة اللي مأجرها وراجع هنا ليه؟ الجو كان متوتر شوية، فجو يون قرر يستأذن ويمشي قبل ما تحصل كارثة أكبر. سوبين كان حاسس إن الموضوع مش سهل وقال لأخته: أنت فاكرة إن محدش في الشركة هيعرف؟ هيجوا يعملوا مشكلة معاه لو عرفوا إنه كان عندنا، وإن قريبا عيلة جو يون نفسها ممكن تكتشف السر. سوجونج ما بتهتمش لكلامه وقالت له: ركز في دراستك وسيبني في حالي. سوبين بيقول ليها اعملي اللي انت عاوزاه وانه مش مهتم، لكن الحقيقة سوبين كان خايف عليها اكتر من اي حاجة، رغم انه دايما مزعج بس كان اخ مهتم بيها جدا. وهو خارج سوبين حس بنفسه اخ اسطوري وبيفتكر السنين اللي كان يساعدها فيها بلعب الجيمز بدل ما يذاكر. في الوقت ده هاجين كانت في المحل بتاعها وجالها زبون بيطلب رقمها. الزبون ده طلع مدير استثمارات
استثمارات في البورصة، لكن لأنها مش مهتمة بالحب ولا عايزة تعيد تجربة الانكسار العاطفي رفضت وقالت له بصراحة الموضوع ده مش هيمشي بينا. لما حس إنها مش مهتمة بأي شكل بياخد الكارت بتاعه وبيمشي وهو متضايق. اليوم اللي بعده في فرح شين وون كان لسه مخلص كتابة كارت التهنئة، لكن فجأة شاف هاجن نزلت بوست جديد على السوشيال ميديا فقرر يعمل ليها انفولو مقتنع إنه مش هيشوفها تاني. لكن المفاجأة إنها كانت موجودة في نفس الفرح عشان تهني صاحبتها. شين وون طلع سطح القاعة وهناك شاف هاجين قاعدة لوحدها بتاكل حلويات. من غير تردد راح ليها وقال أشاركك الحلويات. سألها إذا كانت طلعت هنا عشان الناس ضغطوا عليها تتجوز، لكنها بتقول مين هيقول كده لواحدة لسه منفصلة عن جوزها، وبتحكي له عن علاقتها اللي دامت 10 سنين وكانت مقتنعة إنه حب حياتها، لكن بعد 6 شهور جواز خانها وده كسر جواها أي ثقة في الحب. شين وون سمعها وقال بكل وضوح أنا بكره الناس اللي بتعمل كده، لأن من البداية لما أحب بحب ستة. كلامه خلاها تفتكر كل مرة كان بيجي محلها يساعدها، وكل مرة كانت محتاجة حد كان موجود وهو ما كانش عنده نية يبعد عنها، وبيقول ليها إنه بيحبها. هاجين بتوافق أخيرا إنهم يكونوا مع بعض وبتهزر إنه يرجع يتابعها تاني على الإنستجرام. أما جويون فبعد ما رجع راح يجيب حلويات من محل معروف بس كان زحمة جدا. لحسن حظه السكرتيرة كيم كانت عارفة إنه هيحتاجها فحجزت له واحدة مسبقا. لما رجع الشركة بدأ يفكر في اللي حصل، كان عنده تساؤل بقاله فترة فسأل مديرة القسم كيم اللي بقالها 20 سنة مخلصة لرئيس الشركة عن سبب إنها بلغته بوجود الرئيسة في البيت رغم إن ده ضد أوامر الرئيسة. ردت عليه وقالت إنها بس كانت عايزة تحافظ على جدول الرئيسة وما يتأثرش، لكن في الآخر الجدول اتلخبط واتأخر بجد. وقالت كمان إنها بتتمنى إن هيكون الوريث يكون أكتر حد فاهم الرئيسة، وإنها بصراحة مش شايفة حد شبهها غير جويون. أما عن الكيكة اللي جويون كان رايح يجيبها فطلع إنه كان بيستخدمها كهدية تفاوضية لبنت مدير فرع آسيا في الشركة. في نفس الوقت شين وون وهاجن كانوا بيتكلموا وسألها ليه وافقت بسهولة على اعترافه بحبها، فقالت إنها بتحب الناس اللي بتكون صريحة وواضحة من غير لف ودوران، وإنها ببساطة بتحبه وهو كمان بيحبها فما فيش داعي للتفكير الكتير. اليوم اللي بعده قبل ما يروحوا الشركة جو يون اتصل بسو جونج عشان يفكرها إنهم لما يوصلوا الشركة ما ينفعش يبان عليهم إنهم مرتبطين، وقال ليها إنه بيعرف يحافظ على السر كويس. لكن اللي حصل عكس كده تماما. أول ما وصلوا بيفضلوا يشاوروا لبعض كأنهم ما شافوش بعض من سنة. السرية فين بقى؟ كمان جوه الأسانسير كانوا على وشك يمسكوا إيدين بعض، لكن زميلهم شافهم في اللحظة الأخيرة. وبعدها المساعد جيانج رجع وسأل سو جونج عن موضوع الموعد المدبر اللي راحت له، فقالت له إنها خلصت الموضوع خلاص. بس اللي حصل بعد كده إن الكلمة دي خلت جو يون يتنرفز وكأن حد ضربه على كرامته. لما خرجوا من الأسانسير جيانج بدأ يقول إن سو جونج شكلها مناسب أكتر مع حد أكبر منها في السن، يكون راجل ناضج وحنون مش شخص طموح زيادة عن اللزوم. وقال إن الراجل اللي هيكون شاطر زيادة عن اللزوم هيكون دايما مشغول بنفسه وده ممكن يكون مرهق ليها. جو يون كان واقف بيسمع الكلام وكل كلمة كانت بتحسسه إنه المقصود بيها. جو يون ساعتها كان هينفجر من الغيظ وكان مستعد يعمل أي حاجة عشان يخليه يسكت. وبالفعل بعد شوية سو جونج ما بقتش شايفة جيانج في أي حتة، لأن ببساطة جو يون بياخد الموضوع على صدره وبيقرر يعاقبه وبيفضل يكلفه بشغل ملوش آخر وخلاه يدوخ وسط الورق والمستندات. لما جو يون بيرمي عليه شغل زيادة جيانج وشه بقى مصدوم وبيفضل يتكلم بكلام غريب من الصدمة، لكن جو يون طنشه تماما وكمل شغله كأن مفيش حاجة حصلت. وبكل برود سابه يعاني مع الورق وهو في دماغه بيقول المرة الجاية خليك تتكلم بحساب. في وسط الشغل جو يون كان بيلاقي وقت يهرب عشان يقابل سو جونج ويعيشوا لحظات رومانسية زي العصافير. بس لما جيانج طلع فجأة سو جونج قلبت عليه وزعقت للمدير بطريقة خلت كل اللي حواليها يخافوا. جيانج حتى ما قدرش يقرب منها خايف ياخد هو كمان نصيبه من العصبية. وقت الاستراحة سو جونج بتمسك طرف كام جو يون وبتقول له وهي معتذرة أنا آسفة لو كنت زودتها معاك شوية يا حبيبي الغالي. بس وهي بتتكلم معاه زميلهم دخل فجأة فسو جونج بترجع تتقمص الدور وبتتخانق معاه وخلت جو يون يتنرفز عليها، لكنه ما قدرش يزعل منها بجد وده خلاها تكمل في دورها وتعمل نفسها الشريرة. جو يون بيبص ليها وكان لسه متضايق من اللي حصل الصبح، لكن لما شاف سو جونج بدأت تحكي عن أول حب في حياتها وإنه كان أصغر منها في السن وإنها قررت إنها مش هتحب حد أصغر منها تاني. سو جونج بتحاول تصالحه لكنه بيكون زعلان منها. لما بتروح سو جونج البيت لقت هاجين محضر عشا فاخر فاستغربت وبتسألها إيه المناسبة اللي مخلياكي كريمة كده النهاردة. طلع إن هاجين عايزة تعرفها على حبيبها الجديد
الجديد اللي طلع يكون مدير قسم التصميم كيم شين وون. وهي شايفة هاجين وشين وون قاعدين مع بعض بلطافة، بتبعت لها رسالة إنها ما تتساهلش معاه، لكن هاجين دفعت عنه وقالت بالعكس هو شخص واضح وصريح، لو انفصل عن حد بيكون بشكل نهائي ومن غير لف ولا دوران. ولما بتسألها لو كانت على علاقة بدو يون، لكنها بتنكر تماما وبتتهرب من الموضوع. بس سين جون دخل في الحوار وقال على فكرة ذوق جو يون في البنات مختلف تماما عن سوجونج، هو بيحب البنات الكيوت اللي تبقى رقيقة وهادية ومطيعة، مش حد عصبي ومتقلب المزاج. لما بتسمع سوجونج الكلام ده بتتضايق وبتمشي. وأول ما بتوصل بيتها جو يون كلمها وسألها لو كانت عايزة تخرج معاه. سوجونج قالت له إنها مش بتحب الأماكن اللي فيها زحمة وبتطلب منه يختار مكان هادي. في الليلة اللي بعدها جو يون كان مستعد للخروج. في الأول بيلبس لبس كاجوال، بس بعد ما فكر إنه ممكن يتقال عليه عيل صغير قرر يلبس بدلة شيك عشان يروح يقابل سوجونج، لكنها كانت عارفة إنه هيظهر بالستايل ده، فقررت تشتري له طقم جديد وتجبره يغير هدومه. وفي النهاية خرجوا يتمشوا سوا في حديقة هادية وفاضية زي ما سوجونج اختارت. جو يون بيبص حواليه وقال جايباني حتة مقطوعة عشان نتقابل؟ مش معقول تكوني خايفة حد يشوفنا في مكان زحمة صح؟ بس الحقيقة سوجونج كانت عايزة مكان هادي بعيد عن الزحمة عشان تقدر تمسك إيده براحتها وهي ماشية معاه. بعد شوية قعدوا سوا يسمعوا مزيكا ويتفرجوا على النهر في جو رومانسي. تاني يوم الصبح جو يون كان قاعد يتفرج على صور الخروجه ويضحك مع نفسه، لكنه اتقفش من شين جون اللي سأل امتى حصل الكلام ده؟ عندك حبيبة وانت ساكت؟ حاول جو يون يغير الموضوع، بس شين جون قال له ما تقلقش انا معاك وبشجعك. شين وون بيفضل يسأل ازاي حد يقدر يسرق قلبك اللي المفروض من حديد ده؟ اكيد البنت دي مش جميلة صح؟ جو يون رد بسرعة ايه الكلام ده؟ دي احلى واحدة في الدنيا، 5 نجوم اعلى تقييم. لكن اللحظة دي خلت شين جون يفتكر الماضي الاسود لجو يون، وفجأة قال بقلق مش يكون الموضوع ليه علاقة بسوجونج. لكن جو يون حاول يهرب من الموضوع وقال لا اكيد لا، بس الحقيقه مستحيل يقدر يخدع شين جون. في اليوم اللي بعده في المكتب جو يون سأل سوجونج فجاه من امتى بداتي تعجبي بيها كده؟ مش كنتي بتكرهيني زمان؟ لكنه كان عايز يعرف مش عشان حاجه، بس عشان يقدر يحبها اكتر، وكمان لانه كان فضولي. سوجونج بدات تحكي، لكن في نفس الوقت جو يون قرر يسجل المكالمه عشان يبقى عنده حاجه يحكيها لاولاده واحفاده في المستقبل. بالليل سوجونج طلعت المخزن عشان تجيب لجو يون كتاب كان طلبه منها، لكنها لقت قدامها مجسم التنين الأسود ومعاه طرد مكتوب عليه التنين الأسود الناري. في اللحظة دي حست إنهم داخلين على مصيبة كبيرة، وبمجرد ما بتروح البيت بتقف عند باب جو يون وبتمسك قدامه السلسلة اللي كان قدمها ليها زمان كهدية لما اعترف بحبه ليها. جو يون قال إنه فعلا كان جايبه هدية لأول حب في حياته، لكن علاقتهم انتهت وما بقاش ليه أي قيمة. سوجونج استوعبت إن جو يون اللي قدامها هو نفسه الولد اللي بترفضه زمان. لما بيسمع الكلام ده جو يون بيتصدم وبيكتشف إن سوجونج هي نفسها البنت اللي كان بيحبها زمان، لكنه ما كانش قادر يميزها قبل كده. سوجونج بتدي السلسلة لجو يون وبتمشي، وهي في طريقها للبيت بتفضل تفكر في حياتها من أول طفولتها اللي كانت مليانة مواقف صعبة لحد فقدان أمها وملهاش حد تعتمد عليه. ولما ظهر أول شخص في حياتها حست إنها تقدر تسند عليه، لكنه في النهاية خلاها تغير رأيها وما كانتش تتخيل إنها هتقع في حب الشخص ده مرة تانية. فعلا الدنيا صغيرة والأعداء دايما بيتقابلوا. أما جو يون كان مصدوم ومش مركز خالص، حتى لما كان بيتكلم مع السكرتيرة كيم بيفضل تايه كأنه إنسان فاقد الروح. في اللحظة اللي سوجونج مشيت فيها بدأ يسترجع كل ذكرياته معاها، الحبيبة اللي بيفضل سنين متعلق بيها واللي كانت أكتر واحدة وجعته في الماضي. اليوم اللي بعده سوجونج راحت تحكي لصاحبتها عن كل اللي حصل. هاجين كانت فاكرة إن الموضوع مجرد زعل بسيط بينها وبين جو يون، لكنها بتتصدم لما سوجونج قالت إنها عرفت إن جو يون هو الولد اللي كان بيلعب معاهم. مش بس هاجين اللي بتتصدم، كمان شين وون أخوها الأكبر وهو سايق مع جو يون عشان يروحوا يغيروا جو. شين وون بيحس إن جو يون متضايق شوية، فبيقول له تعال نروح مطعم حبيبتي هاجين عشان تقابل حبك الأول. جو يون سأل مصدوم تقصد سوجونج؟ شين وون استغرب هو كمان واضطر يركن على جنبه ويسأله أنت عرفت إزاي؟ طيب نغير وجهتنا ولا نروح ليها؟ في نفس الوقت سوجونج كانت في الكافيه مع هاجن وبتسألها أنت كويسة؟ سوجونج بتجاوب بسخرية كويسة جدا، إزاي بتقع في حب الولد اللي بترفضه زمان؟ وإنها طالما عارفة ما قالتش ليها الحقيقة ليه؟ هاجين بتقول ليها إنها حاولت تمنعها بس هي كانت حابة تكون في العلاقة دي. دلوقتي سوجونج مش عارفة تعمل إيه، الشخص اللي بتحبه هو نفسه الشخص اللي بتكرهه أكتر حاجة في الدنيا، فهل المفروض تحبه ولا تكرهه؟ وفجأة شين وون دخل الكافيه ومعاه جو يون، وكان واضح إن جو يون مستميت يشوف سوجونج. بعد شوية كلام سوجونج بتكتشف إن هاجين وشين وون كانوا بيحاولوا يمنعوا علاقتهم زمان، لكن هم نفسهم وقعوا في الحب. حست إنها في مشهد كوميدي فقررت تمشي، لكن فجأة
بتلاقي 3 ايادي بيمنعوها تمشي. بما ان كل حاجه بقت كده خلاص، يبقى نقعد ونتكلم، قالتها هاجين وهي بتخرج مع شين وون بحجه استقبال الزباين وغسل الصحون. بس الحقيقه ان الكافيه اصلا كان فاضي ومفيش زباين. لكن سو جونج بتخرج تتكلم مع جو يون بره. سو جونج قررت تنهي الموضوع وبصت لجو يون وقالت له دلوقتي بعد ما عرفت انا مين لسه تقدر تحبني؟ لسه عاوز تكمل معايا؟ لما سو جونج قالت كده جو يون سالها ليه مش ممكن نكمل؟ ازاي قررتي كده بسهوله؟ مهما حاول يقنعها سو جونج خلاص مش عايزه تكمل. قالت له ان الافضل ليهم انهم يسيبوا بعض لان ده هيكون احسن ليهم، وبتمشي بعدها. في المطعم شين وون كان مستغرب ومش عارف ايه اللي حصل بينهم. جو يون كان لسه عايز يكمل لكن سو جونج كانت مصممه على الانفصال. هل كل اللي حصل في الماضي هو اللي خلاها تتوجع اكتر؟ فعلا اللي بيحب اكتر هو اللي بيخسر. جو يون مش قادر ينسى حب حياته، قعد يقلب في المحادثات القديمه والصور اللي جمعتهم، وحتى لما بيشوفها في الشركه بيكونوا قريبين جسديا لكن المسافه بينهم بقت زي الاف الاميال. في النهايه ما قدرش يستحمل اكتر وطلب منها تيجي تقابله في مكتبه كمدير الشركه. في الاول كان بيحاول يخليها تشتغل معاه في مشروع جديد لكن سو جونج مش عايزه تتعامل مع شخص حست انه خدعها فكانت هتمشي على طول. بس قبل ما تخرج جو يون قفل الباب وبيقول ليها ازاي بتاخدي قرار الانفصال ده بكل هدوء كده. فبتقول له انه كان بيقول عن حبه الاول انه كان حاجه وحشه وانها مش عايزه تفتكر الذكريات دي تاني وعشان كده لازم ينفصلوا. جو يون قرب منها واعتذر، طلب منها فرصه جديده لكن واضح انها مش عايزه تديها له. كانت هتمشي بس قبل ما تفتح الباب جو يون انفجر فيها وبيقول انها بتعمل نفس اللي عملته زمان. بتقول انها بتحبه الاول وبتسيبه بعدها وبتمشي كأن كل حاجه ملهاش معنى بالنسبه ليها. سو جونج بتتعصب وبتقول انه مجرد طفل صغير بيحب يلعب، ازاي هعتمد على واحد لسه طفل؟ وبتسيبه وبتمشي. وبعدها سو جونج بتروح لهاجين وقالت ليها انهم انفصلوا وانها اكيد هتعيش وحيده بقيه حياتها بالمنظر ده. بعد مقابلتها مع جو يون استوعبت قد ايه هي كانت وحيده وضعيفه لدرجه انها ما كانتش قادره تلاحظ ان الشخص اللي بتحبه هو نفسه الشخص اللي كانت بتكرهه. هاجين بتفضل ساكته مش عارفه تعمل ايه، كل اللي قدرت تعمله انها تبص لها بحزن. اما جو يون كان مصدوم وبيحكي لاخوه الكبير عن اللي حصل. شين وون بيحاول يهديه وبيقول له ان لما واحد في العلاقه يقرر ينهيها خلاص بتنتهي. جو يون بيضحك بسخريه وبيقول ان دي اول مره حد يخليه الضحيه في قصه حب، ولما شين وون بيساله هيستسلم. جو يون بيبتسم ابتسامه حزينه وبيقول ان الموضوع مش موضوع استسلام وانه فعلا جرحها وان هو اكتر شخص وجعها في حياتها. بعد كل اللي حصل جو يون ما بقاش عايز يعمل اي حاجه، كان بس عايز يقعد لوحده يعاتب نفسه على اخطائه. لكنه ما كانش عارف ان موضوع زيارته لعيله سو جونج وانتشار الخبر على الانترنت قلب الدنيا. الفضيحه انتشرت بسرعه لان جو يون شخص مشهور كونه الوريث لشركه جونج سونج الكبيره. في المكتب السكرتيره كيم بتسال جو يون انت ليه رحت لعيله سو جونج؟ رد عليها بهدوء انا بس عزمتهم على العشاء لا اكتر ولا اقل. لكن السكرتيره كيم كانت مستعجله تحل الموضوع بسرعه لان كل الشركه بقت بتتكلم عن ان سو جونج هتتجوز المدير. الخبر وصل لرئيسه الشركه فاستدعت جو يون عشان تذكره انه كوريث للمجموعه ولازم يكون حريص لان المستثمرين بيراقبوه. قالت له لو مجرد شائعه صغيره تعمل الضجه دي فايه اللي هيحصل بعد كده؟ وفوق كده قررت تطرد سو جونج من الشركه. لكن لحسن الحظ جو يون كان ضامن ليها مكان في مشروع اعاده هيكله مهم، فقال لهم لو تم طردها دلوقتي المشروع هيوقع لان مفيش حد يقدر يحل محلها بسرعه. الرئيسه اضطرت تاجل قرار الطرد لكنها حذرت لو حصلت مشكله تانية هتتدخل هي بنفسها. وفي نفس الوقت بتسال مديره القسم السكرتيره كيم عن العشاء اللي حصل بين جو يون وعائله سو جونج. السكرتيره كيم بتحاول تبرر انها بتفتكره مجرد تجمع زملاء لكن الرئيسه بتحملها المسؤوليه لانها كانت عارفه وما قالتش حاجه. لما بتعرف سو جونج بالموضوع كانت غضبانه وقالت بانفعال ان المفروض ان الموظفين هنا جايين عشان يشتغلوا مش عشان يتكلموا في مواضيع فاضيه. لكن كان واضح ان الشائعات دي هتعمل مشاكل كبيره ومفيش حد عارف هيخلصوا منها ازاي. سو جونج بتدخل في صدام مع مديرها وبعد ما رجعت مكتبها صاحبتها نانا كانت بتعيط لانها مش مصدقه ان الناس في الشركه لسانهم طويل للدرجه دي، كلهم بيحبوا ينشروا الشائعات وكانها رياضه يوميه. بعد كل ده جو يون قرر يتعامل ببرود ويركز بس في الشغل. راح لسو جونج وقال ليها خلينا نبعد عن بعض عشان المشاكل متكررش. كلامه كان زي السكين وسو جونج خرجت من المكتب مصدومه. حتى وهي ماشيه في المطر ما بيكونش معاها شمسيه، تفضل تتغرق بالمطر كانها تايهه في الدنيا. لما بتوصل البيت ابوها كان مستغرب انتي نازله في المطر ليه بالشكل ده؟ اما اخوها الصغير سوبن فكان مستعد يروح يضرب جو يون لانه فاكر انه السبب في حزنها. لكن سو جونج قالت انها هي اللي طلبت الانفصال بس ما كانتش تعرف ان الموضوع هيكون مؤلم كده. في الشغل الاجواء بقت كئيبه اكتر، هما الاتنين بيتصرفوا كانهم غرباء، حتى زمايلهم لاحظوا ان الموضوع مش سهل. سو جونج كانت دايما بتبص على جو يون من بعيد
سعيد، لكنه بقى غارق في الشغل كأنه شخص تاني تماما. وفي يوم وهو نايم على المكتب، سو جونج لا إراديا مدت إيدها تدعمه، وبعدها بتسأل نفسها هو مرتاح دلوقتي بعد ما رجع لمكانه الطبيعي. وفي يوم سو جونج بتكتشف إن جو يون مش موجود في الشركة، وجونشو قال ليها إنه حتى مش متفاعل على السوشيال ميديا. راحت تسأل مديرة القسم السكرتيرة كيم، فقالت ليها هو مريض ومرجعش النهارده، بس محدش عارف حالته عاملة إزاي. سو جونج بتروح الحمام عشان تحاول تهدي نفسها، لكن عقلها مشغول عليه. قالت لنفسها احنا انفصلنا، مالك وماله؟ لكنها لقت نفسها بتجري على الصيدلية وبتشتري أدوية وكأنها هتاخد الصيدلية كلها. ولما راحت تزوره بتلاقيه تعبان ومغمى عليه. السكرتيرة كيم بلغت الرئيسة على طول. لما بتقابله اعتذرت له وقالت كنت دايما فاكرة انك السبب في ألمي، بس نسيت ان انا كمان جرحتك. وبتقوم عشان تمشي، لكنه مسكها وقال ما تروحيش. وبدل ما يستمر الفراق، جو يون قال ليها انت مش سر، انت اغلى حاجة عندي لانك اول حب ليا. جو يون ما قدرش يتمالك نفسه وقال ليها انها زي الملاك، وانها لسه عندها نفس العفوية اللي كانت عليها زمان. الكلام ده خلى سو جونج تحس بشوية إحراج وهي بتفتكر الماضي، لكنها بتفتكر إنها قعدت وقت طويل عنده، فاستأذنت إنها تمشي. لكن بدل ما يسيبها تروح، جو يون مسكها تاني وبيحضنها، والنتيجة إنهم بيرجعوا لبعض من تاني. سو جونج بتحاول ترجع البيت متأخرة على أطراف صوابعها، خايفة إن أبوها يكتشف غيابها، لكنه طبعا لاحظ وبيسألها كانت فين طول الليل بره البيت. لكنها أنكرت على طول، مع إنها كانت عارفة إن الكذبة مش هتعدي عليه. قال ليها المرة الجاية ما تناميش بره البيت تاني، بس عارف إن أي حاجة الواحد يحاول يمنعها بتحصل أكتر. في اليوم اللي بعده السكرتيرة كيم اتصلت بجو يون وبتقول له إن الرئيسة عرفت إنه بيواعد سو جونج، وإنه بسبب ده هيتم طرده فورا. الرئيسة كانت موكلة حد يراقبهم طول الفترة اللي فاتت، فالأدلة ضدهم كانت واضحة جدا. حتى السكرتيرة كيم نفسها ما كانتش تقدر تخبي الموضوع أكتر من كده، وقالت إنها خلاص مش هتقدر تساعدهم. لكن المفاجأة كانت إن السكرتيرة كيم كانت متوقعة ده، وعشان كده قدمت استقالتها بنفسها قبل أي حد. سو جونج لما راحت الشغل في اليوم اللي بعده بتسمع الموظفين بيتكلموا عن إقالة جو يون قبل مشروع إعادة الهيكلة، فبتقلق جدا وراحت تدور عليه. لكنها صادفت السكرتيرة كيم اللي بتشوف توترها وبتسألها إنها خلاص مش ناوية تخلي علاقتهم سرية. على أي حال الرئيسة بتعرف كل حاجة، وحتى عارفة مواعيد دخولك وخروجك من عند بيت جو يون. بتشوف إنها شايلة صندوق وبتسألها عنه، فقالت ليها إنها خلاص قررت تمشي، وإنها مش هتقدر تغطي عليهم تاني، وبتطلب منها تعتني بجو يون لأنه هيحتاج دعمها الفترة الجاية. سو جونج بتحاول تتصل بجو يون، لكنه كان في بيت الرئيسة بيحاول يقنعها تديله فرصة يكمل شغله، وعدها إنه مش هيسمح لعلاقته تأثر على شغله أو الشركة، لكنها بترفض بشكل قاطع. قالت له إنها بالفعل ادت له فرصة قبل كده، وإنها المرة دي مش هتكون متسامحة. حتى لما ركع قدامها ما تأثرتش بكلامه. الصدمة الأكبر كانت لما قالت له إنه مجرد نسخة فاشلة من ابنها، وإنه مستحيل يكون زي ابنها الحقيقي. الكلمات دي جرحت جو يون بعمق، وحس إنه ملهوش مكان في الدنيا. قعد يسترجع وعده لنفسه زمان إنه يبقى زي والده، لكن في النهاية بيطلع مرفوض حتى من أقرب حد ليه. أما سو جونج فكانت شايفة قد إيه جو يون محطم، فبعتت له رسالة طمن عليه، لكنه رد عليها بإنه كويس، مع إنها كانت متأكدة إنه مش بخير خالص. راحت له بنفسها وقالت له تقدر تقول لرئيسة الشركة إننا انفصلنا، مش هيفرق معايا. لكن جو يون رد عليها وقال مش لازم ننكر علاقتنا، بالعكس دلوقتي نقدر نكون مع بعض علني من غير ما نقلق من أي حد، حتى لو مجرد إننا نمسك إيدين بعض. سو جونج ابتسمت وقالت طيب من هنا ورايح خلينا نعمل كل الحاجات اللي عمرك ما جربتها قبل كده. في اليوم اللي بعده جو يون راح للسكرتيرة كيم وبيسألها ليه كانت بتحميه من الرئيسة طول الفترة اللي فاتت دي. وقتها السكرتيرة كيم بدأت تحكي حكايتها، وقالت إنها لما شافت الرئيسة بتواجه فقدان ابنها لكنها ما أظهرتش أي مشاعر. أدركت إن القوة الحقيقية هي إنك ما تخليش مشاعرك تأثر على كل حاجة حواليك. كانت فاكرة إنها تقدر تثق فيها وتمشي وراها، وإن جو يون بيطلع زي أبوه رئيس الشركة بالظبط. وقالت إنها شايفة إنه هو الوريث اللي الرئيس السابق عاوزه، وعشان كده كانت بتحاول تحميه طول الفترة اللي فاتت، وإنه هيكون قائد كويس لو فضل مع الشخص اللي بيحبه. جو يون بعد ما بيسمع الكلام ده حس بالامتنان لأنه عنده زميل بيسنده كده. في الوقت نفسه سو جونج في الشركة كانت مستغربة، دلوقتي جو يون بقى عاطل، فقررت تاخده عندها في البيت يلعب مع أخوها سوبين علشان يغير جو. سوبين لما عرف إن جو يون بقى عاطل قال له يعني أنت بقيت عالة زيي؟ جو يون حاول ينكر، بس سوبين بيقاطعه وبيقول لو مش عاطل أمال قاعد في البيت مستني أختي ليه؟ هي فيها إيه أختي عشان تتعلق بيها قوي كده؟ جو يون بيفضل يمدح سو جونج ويقول إنها جميلة وذكية، بس سوبين رد بسرعة كفاية، لو قلت كلمة كمان هموت من القرف. وبعدين بيفتكروا إنه من فترة سو جونج كانت بتعيط لما بترفض الولد اللي في اللعبة، وسوبين بيقول لو كان يعرف مين هو كان ضربه ضرب. جو يون هنا حس بالذنب،
بيروح جو يون البيت، ولأنه عاطل قرر يطلب من والد سو جونج يشتغل معاه. أبوها كان شاكك في قدراته بس وافق ياخده معاه للشغل. المهمة كانت تركيب مقابض الأبواب. جو يون قال إنه هيعملها بنفسه بس طبعا فشل، وسو بين اضطر يشرح له إزاي يعملها. أبو سو جونج كان بيتفرج ومستغرب إن مدير شركة طالع على قد حاله كده. في نفس الوقت سو جونج كانت بتحاول تبعت رسالة لجو يون لكنه مش بيرد، وبعدها سوبين بعت ليها صورة وقال جوزك دلوقتي بيتمرن على شغل الصيانة. في نفس الوقت عند الرئيسة السكرتير كان قلقان لأن لو جو يون مشي مش هيكون في حد يسد مكانه، لكن الرئيسة بتتعصب وبتقول هاتوا مدير قسم التجارة مكانه وخلاص. بعد يوم شغل طويل أبو سو جونج بيشكر جو يون وعزمه على العشاء. جو يون اقترح إنه هو اللي يطبخ لكنهم بيسخروا منه إنه ما بيعرفش يعمل حاجة هيعرف يطبخ يعني، وفعلا بيطلع بيعرف يطبخ كويس جدا. ووقتها أبوها بيطمن إنه بيعرف يعمل حاجة، وسوبين قال كده انت حققت شرط العريس المثالي صح يا بابا؟ لما سو جونج رجعت البيت لقيت جو يون بيطبخ وأبوها وأخوها بينادوه بالعريس وجوز أختي، وهي مش مستوعبة إزاي المدير اللي كان معاها من كام ساعة بقى جوزها فجأة. بس الأغرب إنهم كلهم أكلوا مع بعض وكأن جو يون بقى جزء من العيلة رسميا. وبعد الأكل أبو سو جونج قال إيه رأيك تبات عندنا النهاردة نشرب مع بعض؟ لكن سوبن قال لا، ينام معايا أحسن من إنه ينام معاك لأنك بتشخر زي منشار الكهرباء. ولما سو جونج اقترحت إنه ينام في أوضتها سوبين وأبوهم بيتصدموا وبيصرخوا لا طبعا، بس هي وضحت إنها هتسيب له الأوضة وتنام هي في الصالة. في الآخر ناموا كلهم مع بعض في الصالة زي عيلة واحدة. لكن في نص الليل سو جونج سحبت جو يون لأوضتها وبتعمل حركة طفولية إنها خبت اللبن علشان سوبين ما يشربوش وبتديه لجو يون. جو يون بيضحك وقال ليها أنت مش بتفكري غير فيا، وبعدين بيفضلوا يتكلموا طول الليل ويفتكروا الذكريات القديمة. وتاني يوم الصبح وهي رايحة الشغل جو يون بيوقفها وبيقول ليها بجدية إنه بيوعدها إنها مش هتعيط بسببه تاني، مرتين كان كفاية، المرة دي مش هتتكرر. لكن أول ما سو جونج بتوصل الشركة الكل بيسمع خبر تغيير المناصب، واتضح إنها اتهبطت لأقل وظيفة عندهم. الناس استغربوا ليه يحصل كده رغم إن الفضيحة اللي بتطلع عليها كانت إشاعة، لكن سو جونج قررت ما تخبيش عليهم وبتعترف إنها بتوعد المدير بنفسها، واعتذرت لهم عشان أي مشاكل سببتها الفترة اللي فاتت. لما راحت تستلم شغلها الجديد في قسم الصيانة الموظفين هناك كانوا بيتكلموا عليها وبيتريقوا قدامها عادي، لكن فجأة جرس الإنذار ضرب وفريق الصيانة حاول يكلم اسم الفحص بس محدش رد. فاستغلت سو جونج الموقف عشان تثبت إنها مش فاشلة وبتتقدم تصلح العطل بنفسها. الناس ما كانوش مصدقين، لكن هي قالت لهم إنها معاها شهادة في الكهرباء وكمان مكافحة الحرائق، وبالفعل قدرت تصلح المشكلة وده خلاهم يندهشوا. بعدها بتعرض عليهم لو عندهم شغل تاني ممكن يساعدوا فيه. في الناحية التانية جو يون بيسمع إن في مدير استراتيجي جديد هيتعين مكانه، فقرر ينسحب من الشركة ومسح كل الاجتماعات اللي عنده. في الشركة شين وان شاف سو جونج بتبذل مجهود كبير فحس بالحزن عليها، بس هي بتطلب منه إنه ما يقولش خبر نقلها في الشغل لجو يون عشان ما يقلقش عليها. شين وان استغرب ليه واحدة بقدراتها مش بتدور على شغل أحسن، لكنه بيفهم إنها مستنية جو يون لما يرجع. في الوقت ده مديرة قسم المبيعات اللي بتكرهها بتشوفها وبتطلب تقابلها بره، لكن على عكس التوقعات كانت زعلانة عليها وقالت ليها إنها عانت عشان توصل للمنصب اللي هي فيه وما كانش عاجبها اللي حصل فيها. وبالرغم من أسلوبها الجاف كان شكلها قلقانة عليها. سو جونج قالت لها إنها بتحاول تتحمل عشان تحمي شخص معين. عند محلها جين شين وان حكى ليها كل حاجة، فقالت له إن سو جونج دايما بتعمل كده، كل ما تقع في مشكلة بتتصرف كأنها أقوى من أي وقت فات، بس هي أكيد تعبانة. وفجأة هاجين بتوصل فبقت الأمور غريبة شوية، وهاجين عرفتها على شين وان على إنه موظف جديد مش حاببها. بتستغرب لأنهم فقراء والمطعم ما بيعملش مكاسب تستدعي إنهم يوظفوا حد، لكن هاجين الجامدة بتقول إنها هترفضه دلوقتي أصلا وبتطلب منه يمشي. لكن أول ما بتخرج من الباب لقت جوزها القديم واقف. بيطلع إن أمها جت مخصوص عشان تحاول ترجعهم لبعض، لكن هاجين بترفض رغم إن جوزها السابق بيفضل يقول إنه لسه بيحبها وبيحب الأكل اللي بتعمله. لما لقاها مش عايزة تتكلم معاه بيمسك إيدها بالقوة. أول ما شين وان بيشوف كده بيدخل على طول وبيفصل بينهم وكان غيران عليها. فهاجين اضطرت تقول لمامتها الحقيقة وإن جوزها القديم ده كان خاين وعشان كده سابته. لما أمها بتعرف الحقيقة ضربت الراجل وهي متعصبة إنه إزاي يخون هاجين، لكنها بتقع بسبب مشكلة في ظهرها واضطروا يودوها المستشفى. هناك هاجين اعتذرت ليها وقالت إنها ما كانتش تعرف إن جوزها السابق كان بالقذارة دي، وقالت ليها إنها استحملت كتير، وبتسألها لو كانت بتحب شين وان وإمتى هيتجوزوا لأن كان نفسها تشيل أحفادها بأسرع وقت. أبوها كمان بيقول لو كان عارف إن جوزها السابق بالشكل ده كان زمانه مقطعه وحطه في التلاجة عشان يفشغله. في الشركة السكرتير قال للرئيسة إن جو يون مش ناوي يمشي وإن تأثير سو جونج في الشركة بقى أكبر من الأول، فقررت تستدعي سو جونج لمكتبها
بيدخلوها، وأول ما بتدخل الرئيسة اتعصبت وبتسألها أنت ليه لسه هنا؟ أكيد عايزة تفضلي جنب جو يون لحد ما يمسك الورث، بس أنا مش هديله المنصب ده أبدا. سو جونج بتقول بثقة يبقى المنصب ده هيفضل فاضي على طول. جو يون تعب عشان تعترفي بيه، لكن طول الوقت شايفاه مجرد بديل. تفتكري حد هيضحي عشانه بالطريقة دي؟ اللي أنا عايزاه مش الورث، أنا بس عايز ألاقي عيلته الحقيقية. في نفس الوقت جو يون بقى شاكك في حاجة، فبيكلم شين وون وبيصر يعرف إيه اللي بيحصل في الشركة. بعدها لما وصل المكتب شاف سو جونج لابسة لبس العمال، فشدها وسألها ليه بتتحمل كل ده؟ فبتقول له إنها عارفة إنه هيزعل لو عرف بحالها، فقررت ما تقولش حاجة. لكنه حزن أكتر لما شافها كده، لكنه قال ليها إنه طول ما هي موجودة لسه في أمل. هي بتطلب منه يحترم قرارها، لكنه قال ليها إنه كمان هيختار حاجة تخصه. أما شين وون فقرر يروح يقابل عيلة هاشين، فبيشتري هدايا غالية جدا وبيستعد، لكنها بتقول له إنها مش هتاخدها وبتطلب منه يرجعها، وبتعتذر له عشان كانت متوترة بعد ما شافت جوزها السابق. شين وون وقف مصدوم شوية، ولما شافها داخل البيت جري وراها وبيقول ليها إنها لسه عاملة حدود بينهم ليه، وطلب منها تلغيها لأنه بيحس بالراحة معاها، لكنها بترفض وقالت له إنهم مش متوافقين وسابته واقف لوحده. اليوم اللي بعده في حفل توقيع شراكة بين شركتين، رئيسة الشركة بتخرج فجأة والكل كان مستنيها تطلع توقع، لكن فجأة جو يون دخل وقدم نفسه كمدير عام الشركة وجاي عشان يمضي العقد. الصحافة كلها اتحمست وبدأت تصور، والكل كان مصدوم من المشهد. في نفس الوقت رئيسة الشركة قررت تختبر جو يون، ولما جه يوم توقيع عقد مشروع مهم جو يون فاجئ الكل بأنه اكتشف إن المدير الجديد اللي الرئيسة عينته عنده سجل إجرامي، فبيوقف التوقيع وبيواجه الرئيسة بالحقيقة، وفعلا المدير قدم استقالته. بعد الموقف ده جو يون طلب من الرئيسة يرجع للشغل، وبيديله مشروع تطوير مول جونغ سونغ لإدارته، وبيقول له إنه الشخص الوحيد القادر على تنفيذه. الرئيسة بعد تفكير بتوافق، لكنها بتحط شرط صعب إنه لو فشل في المشروع جو يون هيخسر كل ممتلكاته ويتخلى عن اسمه ويغادر كوريا نهائي. بعد توقيع العقد جو يون راح لسو جونج وهو فرحان وبيفرحها إنه رجع شغله، لكنه خبى عليها شرط الرئيسة، بيقول ليها بس إنه لو المشروع فشل هما الاتنين هيتفصلوا. سو جونج بتثق فيه ووعدته إنها هتساعده ينجحوا في المشروع مع بعض. بعدها سو جونج بترجع لفريقها وبدأوا يناقشوا تجهيزات الافتتاح بعد التجديد، خصوصاً إن الميعاد كان متزامن مع الكريسماس. الفريق قرر يعمل فعالية الأطفال واختاروا شخصيات كرتونية مشهورة. لما جو يون سمع إن ملك القراصنة من ضمن الشخصيات عيونه نورت لأنه كان معجب كبير ليه، ولما واحد من الموظفين بيقول معلومة غلط عن ملك القراصنة جو يون قام على طول وصححها، وكلهم استغربوا من معرفته القوية. حاول يدارى وبيقول إنه بس كان مذاكر قبل الاجتماع، لكن سو جونج بتعرف الحقيقة وبتفهم إنه متحمس، فاقترحت إن ملك القراصنة يكون الصورة الرسمية للحدث. بعد الاجتماع الموظفين كانوا بيتكلموا عن علاقة سو جونج وجو يون، وشايفين إنهم مفيش حاجة بينهم تبين إنهم مرتبطين. جو يون شافهم بيتكلموا فبيفتكر إنهم بيتكلموا عنه وعن حبه لملك القراصنة، فبيرفع صوته وبينفى إنه بيحبه، لكن اكتشف إنهم كانوا بس بيسألوه لو عايز يخرج يتعشى معاهم. في العشاء جو يون طلب أكل للكل وكان مركز جدا وهو بيقطع الأكل، وبعدها بيدي قطعة لسو جونج وكان ناوي يأكلها بنفسه، لكن لما لاحظ إن الكل بيبص عليهم اتوتر، وبدل ما يدي الأكل ليها بيحطه في بوق زميلها اللي جنبه. بالليل بيفضلوا يشتغلوا مع بعض في المكتب، وجو يون قاعد جنب سو جونج وبيحضنها بحنية، كان عارف إنها اختارت ملك القراصنة عشانه فبيحس بامتنان ليها. سو جونج بتلمس شعره بلطف وبتقول له إنها بس عايزة تشوفه سعيد. بعدها سو جونج بتلاحظ إن جو يون دايما قاعد في الشغل للآخر ومتوتر جدا بسبب الحدث. لما بتسأل السكرتيرة كيم بتعرف بموضوع الشرط اللي بتحطه الرئيسة، وراحت على طول لمكان الحدث وبتواجهه إنه ليه مستحمل الضغط ده لوحده. جو يون بيقول إنه ما قالش ليها عشان ما يخليهاش تتوتر. بعدها بيمسك إيدها وخلاها تقعد قدام البيانو وبيقول ليها إنه فاكر كويس إنها زمان كانت عايزة تتعلم العزف. اللحظة دي خلت سو جونج تتأثر جدا لأنها ما كانتش متوقعة إنه لسه فاكر كلامها. لما كانوا بيلعبوا مع بعض جو يون حس إنه محظوظ إنه قابل سو جونج ووقع في حبها والمشاعر بتغلبه. اليوم اللي بعده جو يون كان في المول بيتأكد من كل حاجة، وفجأة بيلمح طفل صغير على وشك يخبط في بنت كانت شايلة أكل سخن. بسرعة بيشد الطفل بعيد قبل ما يحصل له حاجة، لكن الطفل بيقع على الأرض وبيفضل يعيط. أهله جريوا عليه واتهموا جو يون إنه هو السبب، وبعد ما عرفوا إنه الوريث للمول بدأوا يهاجموه أكتر. جو يون حاول يوضح الموقف واقترح يشوفوا كاميرات المراقبة، لكن الأهالي كانوا مصرين يلوموه. للأسف حد كان متعمد يقطع الفيديو بطريقة تخلي شكل جو يون وحش،
وكأنه فعلا كان بيحاول يوقع الولد. الإشاعات بدأت تنتشر بسرعة، وبعض الشركات اللي كانت مشاركة في الحدث لغت عقودها، وحتى مؤلف ملك القراصنة بعت إيميل بإلغاء الاتفاق. وعشان يحل الأزمة، جو يون قرر يتدخل بنفسه واتصل كمجهول باسم شخصيته في اللعبة زمان، وبعد فترة قصيرة بيقدر يقابل مؤلف ملك القراصنة. وهنا بيتضح إن جو يون بقاله سنين بيدعم الأطفال اللي بيحبوا ملك القراصنة من خلال الاسم ده. المؤلف كان ممتن جدا وكان طول عمره نفسه يقابله. جو يون اعترف للمؤلف إنه بسبب وضعه الاجتماعي كان لازم يخفي حبه الحقيقي لملك القراصنة، وإنه كان عايش في وحدة وقلق دايم. لكن قصص الأنمي كانت دايما الأمل اللي بيخليه متمسك بالحياة. في اللحظة دي المؤلف بيناديه باسمه الحقيقي جو يون، ووقتها بيفهم إن سوجونج كانت راحت قبله للمؤلف وحاولت تقنعه إنه يسمح للحدث يحصل عادي، وإنها حكت للمؤلف عن قد إيه جو يون بيحب ملك القراصنة، ونقلت له نفس الكلام اللي جو يون قاله. في الآخر المؤلف وافق على استمرار الحدث، وكمان عبر عن إعجابه بجو يون لأنه عنده حبيبة بتحبه بالشكل ده. بعدها جو يون راح لسوجونج وبيفرحها إن الحدث هيتم زي ما هو، لكنه حس بحزن جواه لأنه كان وعدها إنه هيكون سند ليها، لكن في كل مرة كان هو اللي بيتعبها معاه. سوجونج بتبتسم بهدوء وبتقول له عن وعدهم لبعض زمان إنهم هيكونوا دعم لبعض ومش هيسيبوا حد فيهم لوحده، زي ما كانوا بيقولوا في اللعبة اللي كانوا بيلعبوها مع بعض زمان. في الليلة دي سوجونج نامت في بيت جو يون، وهو قاعد يتأمل وشها وهي نايمة حاسس بسعادة وراحة كبيرة. فجأة بيلاحظ إن تليفونها استقبل رسالة من المديرة القديمة بتاعتها، واللي كانت بتسأل سوجونج إذا كانت فكرت كويس في العرض اللي قدمته ليها قبل كده، لأنها بعد ما سابت جونج سونج راحت أمريكا ونجحت هناك، وكانت عايزة سوجونج تنضم ليها. وبتقول ليها إنها بتقدر شغلها جدا، لكنها بتحذرها من إنها لو فضلت في الشركة الناس هيفضلوا شايفينها بس كحبيبة جو يون مش كمديرة شاطرة بجد. سوجونج بتفكر شوية لكنها بتجاوب عليها إنها مش ناوية تسيب الشركة دلوقتي، لكن المديرة ما بتستسلمش وبتقول ليها تفكر تاني في الموضوع. تاني يوم مركز جونج سونج التجاري بيتم افتتاحه بعد التجديد، والحدث بيمشي زي ما هو. جماهير ملك القراصنة واقفوا طوابير طويلة، وأول مرة جو يون يعلن قدام الكل إنه من أشد الفانز لأنمي ملك القراصنة، وبيشكر كل الناس اللي بتحبه بنفس الحماس. بس الرئيسة بتتضايق منه وبتعاتبه إنه مش بيتصرف كشخص ورث لمجموعة ضخمة. لكن جو يون ما بيرجعش في كلامه، وبيقول ليها بكل قوة إنه طول عمره كان بيخفي شخصيته الحقيقية بس عشان يحصل على اعترافها، لكن اتضح إن ده كان بلا فايدة، وإنه قرر من اللحظة دي يعيش حياته بطريقته. ولو الرئيسة عايز تطرده ما عندوش مشاكل، بس بيطلب منها طلب واحد وهو إنها تسيب سوجونج في الشركة. فجأة سوجونج اتفاجئت بالصحفيين بيحاوطوها وكلهم بيحاولوا يسألوها عن علاقتها بوريث العيلة الغنية، وهي اتوترت جدا ومش عارفة تجاوب. لكن جو يون بيلحقها بسرعة وبيساعدها تخرج من الزحمة. لكن للأسف المقابلة اتسربت على الإنترنت وبدأت الإشاعات تنتشر. ناس كتير قالوا كلام وحش عن سوجونج واتهموها إنها بس بتستغل شكلها عشان توصل لواحد من العيلة الغنية. لما جو يون شاف الإشاعات دي حس بالذنب الشديد وبيحمل نفسه المسؤولية. في الليلة دي راح لسوجونج وكان واضح إنه متضايق جدا. بيقول ليها إنها لو عايزة تمشي فهي حرة في أي وقت، وهو بس عايزها تروح مكان تقدر تحقق فيه نفسها، مش مكان يخلي الناس يحاولوا يحبطوها ويمسحوا كل إنجازاتها. سوجونج كانت مترددة لأنها لو سابت كوريا مش مضمون إمتى هترجع. جو يون حاول يبان هادي وبيقول ليها إنها ما تقلقش من حاجة، فبتقرر تفكر في الموضوع بجدية. وعشان يساعدها جو يون بيسمح ليها تاخد إجازة عشان تفكر براحتها. بالليل جو يون اقترح عليها يخرجوا بكرة يتمشوا عند النهر، لكنها بتقول إنها مشغولة. بعدها جو يون بعت لها كذا رسالة لكنها ما بتردش. بعد شوية كان سامع موظف بيتكلم في التليفون مع سوجونج وبيقول بكل شماتة إن جو يون شكله اتطنش تماما. جو يون بيفتكر إن سوجونج كانت بتتكلم مع الموظف ده وعشان كده ما ردتش على رسايله، لكنه فجأة سمع موظفة تانية بتتكلم في التليفون مع سوجونج برضه، وهنا بيفهم إنها كانت بتتجاهله عن عمد، وبيكون متوتر جدا وبيروح بسرعة للسكرتيرة كيم عشان تساعده. لما بيحكي ليها عن الكلام اللي قاله لسوجونج امبارح، السكرتيرة كيم بتفهم السبب وإن كلام جو يون كان شبه إنه بيطردها من حياته من غير أي ندم، بس هو ما كانش يقصد كده. فجأة جو يون بيتكلم باندفاع وبيقول إنه كان ناوي يسافر معاها، بس أول ما بيقول الجملة دي بيعرف إنه نسي يقولها لسوجونج من الأول. بسرعة بيجري على بيت سوجونج لكنه اتفاجئ إنها في بيته. لما بيرجع لقاها جايبة كل الحاجات اللي كانت بتحتفظ بيها فوق سطح بيتها وبتزين البيت كأنه بيتها هي كمان. جو يون بيجري عليها وبيقول ليها إنه عايز يسافر معاها أمريكا. سوجونج ما اتفاجئتش لأنها كانت متوقعة كده، لكنها بتقول إنها ما ردتش على رسايله لأنها كانت مشغولة بتنظيف البيت وتحضير أكلة خاصة ليه عشان تفاجئه. جو يون كان في قمة السعادة لما شاف سوجونج عامله له وجبة ملك القراصنة المفضلة عنده، وبيفضل يمدح الأكل بحماس. لكن لما سوجونج
يون دقت من الأكل كان طعمه سيء جدا. بعد العشاء بتقول له قرارها النهائي وإنها هتفضل في كوريا ومش هتمشي. جو يون بيحترم قرارها جدا. اليوم اللي بعده سو جونج راحت تزور قبر أمها، وبالصدفة لقت جو يون هناك بيزور قبور أهله. وقفت جنبه وساعدته، وجو يون عرفها على أهله بكل حب، وإنه زمان كان بيزورهم لوحده في الخفاء، لكن دلوقتي وهو معاها حس إنه مش لوحده أخيرا. في نفس الوقت السكرتيرة كيم بتصادف رئيسة الشركة في المكتب. قررت تواجهها وتقول ليها الحقيقة وإنها بقالها سنين بتضغط على جو يون، لكن لو كانت بتفكر كويس هتلاقي إن جو يون هو اللي كان دايما جنبها وساعدها من غير ما ياخد أي تقدير. جو يون طول عمره كان بيبحث عن الحب والدعم وإنه ملهوش غيرها في الدنيا، لكنها كانت الشخص اللي دايما بيبعدوا عنها. الكلام بيلمس قلب الرئيس، وفجأة بتفتكر قد إيه هي ظلمت جو يون. لأول مرة حست بالندم الحقيقي وقررت تروح لبيت جو يون بنفسه. لما بتشوفه بتعتذر له من كل قلبها، وبتعترف إنها كانت قاسية معاه وإنها كانت لازم تعامله بحب بدل ما بتبعده عنها. جو يون اللي طول عمره مستني اللحظة نهار في البكاء زي طفل صغير. أخيرا بعد كل السنين دي لقى اللي كان نفسه فيه، اعتراف وحب حقيقي من أقرب شخص ليه. بعدها جو يون قرر يجمع فريق سو جونج ويعزمهم على العشاء، والمرة دي بكل ثقة أعلن قدام الكل إنه رسميا حبيب سو جونج. بعد العشاء راحوا كلهم يغنوا كاريوكي، وجو يون اختار أغنية كان غناها قدام سو جونج قبل كده لما اتقابلوا في اللعبة، لكنها علشان مش عايزة تحس بنفس الألم تاني بسرعة غيرت الأغنية من غير ما يقول حاجة. جو يون شرب كاس وفضل يغني بحماس وكان مستمتع جدا، لكن في الآخر زعل من سو جونج لأنها منعته يغني الأغنية اللي عاوزها. سو جونج عشان تراضيه جابت له هوت شوكليت جو يون بياخده وهو فرحان، وبيكملوا اليوم مع بعض. في اللحظة دي سو جونج بتلاحظ إن الساعة الذكية بتاعته فيها تسجيلات صوتية، ولما بتفتحها بفضول بتكتشف إن فيها كل الأفكار والمشاعر اللي كان بيكتبها عن نفسه وعنها من أول ما تعرفوا على بعض. بتفتكر كل الذكريات اللي جمعتهم وبتتأثر جدا، وبتقرر تعمل هي كمان رسالة صوتية. تاني يوم الصبح جو يون بيصحي على صوت سو جونج في التسجيل وهي بتقول إنه وسيم جدا، فبيبتسم زي الأطفال. سو جونج كانت بتحاول تبحث عن هواية جديدة ليها، لكنها كانت بتزهق بسرعة سواء تلوين أو شغل يدوي. عشان يساعدها تسترخي جو يون بياخدها هي وهاجين وشين وون لرحلة، وهناك سو جونج بتدي لجو يون شال صوف صنعته بإيديها. فجأة بدأ التلج الأول في السنة ينزل. جو يون بيبص لسو جونج وما قدرش يمنع نفسه إنه يقول إن التلج جميل بس هي أجمل. بعد ما بيرجعوا الشركة كان في اجتماع مهم للمساهمين، والمفاجأة إن أبو سو جونج بيحضر الاجتماع. بتشرح لجو يون إنها من يوم ما اشتغلت في جونج سونج وأبوها كان بيشتري أسهم الشركة بكل فلوسه الزيادة، ولما المشروع نجح سعر الأسهم زاد وبقى معاه مبلغ كبير وبقى رسميا مساهم في الشركة. وقت الاجتماع رئيسة الشركة كانت رايحة ناحية سو جونج، فأبوها حاول يتدخل ويدافع عنها، لكنه اتفاجئ إنها بدل ما تواجهها اعتذرت ليها وبتقول إنها بتقبلها كحفيدتها في العيلة، لكن أكدت ليها إن في الشغل لازم تعتمد على مجهودها مش على أي حد تاني. خلال الاجتماع جو يون تم تعيينه رسميا كعضو في مجلس إدارة الشركة، وبعد فترة قصيرة سو جونج تم ترقيتها من قائدة فريق لرئيسة القسم. الاثنين كملوا طريق النجاح مع بعض، وبعد الشغل كانوا بيروحوا يسمعوا حفلات موسيقية مستمتعين بكل لحظة. سو جونج قررت تبطل تبحث عن هوايات لأنها اكتشفت إن أحلى حاجة عندها هي إنها تعيش كل لحظة مع جو يون. قرروا يلبسوا هدوم شكل بعض وراحوا مع بعض يستمتعوا بوقتهم، وجو يون بكل حب حط صورتهم جنب صورة عيلته الصغيرة لأنه عارف إن سو جونج مش بس حبيبته لكنها بقت عيلته كمان. وفي يوم وهم ماشيين في الشارع بيلمحوا واحد بيعرض الزواج على حبيبته، فسو جونج بتقف تتفرج. جو يون حس بلحظة قوية جواه، وبدون تفكير بيطلع العقد اللي كان محضره من زمان وبيسألها توافقي تبقي معايا طول العمر؟ وهي بتوافق. العبرة هنا هي إن الماضي ممكن يرجع في أي لحظة ويأثر على حياتنا، بس الأهم إننا نواجهه بشجاعة بدل ما نهرب منه. كمان الحب والخلافات القديمة ممكن تتحول لفرص جديدة لو فتحنا قلوبنا وفهمنا بعض بجد. شكرا لكم على المتابعة. اكتبوا لنا رأيكم عن المسلسل في التعليقات. سلام.